سمي الله يا اساتذه. 3 2 1 اكشن. هموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده بس واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب ماشي، بسم الله اخر مره ان شاء الله. نادية بقى عشان هتموت. هنقلب بقى. انا بصي ولا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. بس go round them. انت يا لينا بطلي. يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا. بحبكم قوي. لاف يو يا لينا. حلقة النهاردة معمولة لكل أم لسه في بداية الرحلة، من أول ما ابنك يتولد ويجي الدنيا لحد ما يكمل 6 شهور. عارفة بتكونوا خايفين قد إيه ومتوترين قد إيه وحاسين إن أنتوا لسه مش فاهمين أي حاجة، مهما كل حد بيقول لكم إن أنتوا هتعرفوا وهتفهموا كل حاجة. عشان كده النهاردة أنا جايبة لكم هنا في لينا كلام تاني دكتور خالد بريك، دكتور الأطفال الشخصي بتاع ابني، عشان خاطر يجاوب على كل الأسئلة اللي عندكم وتقدري تعرفي كل حاجة انت محتاره فيها. ومش بس كده، جايبه لكم كمان دكتور نوران اخصائيه الرضاعه اللي هتجاوبكم على كل حاجه محتارين وعايزين تعرفوها. يا دكتور خالد، تقريبا دي اول مره اقعد معاك مش في العياده، بالظبط. قاعده هنا في لينا كلام تاني، ومبسوطه قوي ان حضرتك موجود معانا وننقل بقى كل اللي عديت بيه انا وفريد للناس، نسترجع ذكريات فريد مع بعض. ما انا امبارح بنحضر الاسئله قاعده ببص بقول يا لهوي ده الوقت جري والسنه عدت وعدت على خير الحمد لله. الحمد لله، كل سنه وانت طيب. نرجع بقى للاول خالص. الفحص الاول للمولود ايه اللي المفروض بيحصل فيه، وكل اب وام المفروض يبقوا متاكدين ان الطفل ده عدى بايه؟ بصي، يعني هو دايما الام بتطمن او الاب يطمنوا من الدكتور على الفحص المبدئي، بيبقى شامل حاجات جنرال او حاجات عامه هي اللي بتكون مهمه او مؤشرات ان البيبي او الطفل الصحه العامه بتاعته كويسه. تمام. العلامات الحيويه المبدئيه زي ان ضربات القلب سليمه سواء في المعدل بتاعها او في طبيعتها نفسها، وبرضه معدل التنفس بتاعه اذا كان طبيعي ولا لا، طريقه نفسه كويسه ولا لا. والحاجه الثانيه اللي بتبقى مهمه غير العلامات الحيويه، اذا كان الطفل ظاهر عليه من الخارج اي مؤشرات او اي علامات لوجود عيوب خلقيه. دي من الحاجات اللي بتبقى مهمه بالنسبه لنا، سواء لتشخيص الحاجه اللي موجوده من بره او ان بعض الحاجات اللي موجوده خارجيا ممكن تبقى مؤشر لوجود عيوب خلقيه اهم واخطر داخل جسم الطفل. اوكي. فدي الحاجات الاساسيه اللي بنبص عليها، بالاضافه طبعا ان يبقى التكوين العام بتاع الطفل سليم اختبار ومظبوط. السمع، كل الحاجات دي حاجات تانية بقى. بتيجي الخطوه اللي بعد كده ان في بعض الفحوصات اللي بتتعمل على سبيل الفحص الشامل، اللي هو ان انا ممكن اعمل اختبار سمع عشان اطمن البيبي ما فيش اي مشاكل في السمع عنده. بعض الفحوصات زي التمثيل الغذائي نطمن بيها اذا كانت سليمه، ودي احيانا دلوقتي بقت يعني سبورتد من برامج تبع وزاره الصحه وبتتعمل في بعض مكاتب الصحه، ودي حاجه كويسه جدا. بيتعمل اختبار لمجموعه من الامراض التمثيل الغذائي عن طريق عينه بسيطه من الدم، زي اختبار الغده الدرقيه. هو لكل يعني العيانين تمثيل عارفين. غذائي معلش. تمثيل غذائي دي بتبقى امراض بتعتمد على عمليه حرق المواد المختلفه جوه الجسم او تكوينها. فلو طفل عنده مشكله بالظبط. من اكله في معينه، بعض الامراض اللي بتبقى مهمه بالنسبه لنا واللي بتبقى ليها تبعيات وليها مشاكل على مدى بعيد، وبيبقى اكتشافها صعب بظهور بعض الاعراض ليها غير لما تكون وصلت لمرحله متقدمه منها. اوكي. واحيانا كتير منها بتعتمد على طريقه تغذيه معينه وانواع معينه من الالبان، ودي برامج دلوقتي بتنفذ عن طريق الجامعات وعن طريق وزاره الصحه. فالاكتشاف المبكر لحاجه زي كده بيبقى فارق في ان الطفل ما ينفعش يمشي على التغذيه العاديه، لانه لو حصل ليه مشكله بتبقى المشكله دي غير قابله انها تتحسن حتى لو احنا غيرنا تاني من نظام التغذيه بتاعه. فالاكتشاف المبكر ليها بيبقى مهم جدا طبعا. فدي حاجه من الحاجات اللي زادت على اختبار السمع وكده. بالظبط. ايه تاني اللي بيحصل مع اختبار السمع؟ هي دي معظم الحاجات الاساسيه اللي بتبقى معموله. اختبار السمع اصل بعض الاختبارات التانيه ممكن تبقى معتمده على حماة الطفل. يعني انا ممكن اعمل اختبار لحاجه في النظر مثلا او لشبكيه العين، بس ده الاطفال اللي مروا بتجربه معينه. اوكي. شاكك في حاجه معينه، او طفل دخل حضانه تعرض لاكسجين لفتره معينه، او استخدم بعض انواع الادويه خلال فتره معينه. لكن دي الحاجات اللي بنتكلم عليها، سواء حاجات التمثيل الغذائي او حاجات فحوصات السمع او الفحص العام الكلينيكال من الطبيب المتواجد في المستشفى اثناء الولاده. هي دي الحاجات اللي بتتعمل بشكل عام لكل الاطفال، وهي دي اللي بتبقى اساسيه ومهمه. دكتور، سؤال مهم قوي لكل الامهات اللي بيخلفوا ولاد، ايه انسب وقت للطهاره؟ بصي، دي بقت دلوقتي الامكانيات المتاحه دلوقتي مع الجراحين في عمليات الطهاره
بقت مخليه الموضوع دلوقتي بقى يعني واسع جدا جدا. تمام. وخاصه ان احنا برضو دلوقتي بقى في معلومه اكيده ان درجه الاحساس بالالم عند الطفل ما بتختلفش في اي مرحله عمريه ليه. يعني درجه الاحساس بالالم عند الطفل اللي عنده يوم زي اللي عنده 3 ايام زي اللي عنده شهر زي اللي عنده 5 سنين. درجه الاحساس بالالم واحده. يا سلام. وبالتالي ما بقاش فكره ان انا ابقى مأجل شويه يكون كبر عشان يستحمل وجع الطهاره، ده بقى كلام تراديشنال. اوكي تمام. ده ملوش علاقه بالطب قوي. اوكي تمام. وبالتالي بتبقى الحاله بتاعت الطفل اذا كانت تسمح بالطهاره ولا لا، وزنه يسمح بالطهاره ولا لا. فده قرار انا شايف ان هو ممكن يتاخد في المستشفى بالمناقشه مع طبيب الاطفال اللي موجود في مستشفى الولاده ومع الجراح اللي الجراح. هيعمل عمليه الطهاره. اذا كان في مانع يستدعي ان احنا ناجل الطهاره بتاعتنا سواء نتيجه مشكله في حاجه في الطفل نفسه، او ان هو حاجه في حالته العامه، حاجه مرضيه لا قدر الله البيبي هيحتاج يدخل حضانه، في عنده اي مشاكل معينه، يبقى في الحاله زي دي ممكن ناجل. بنستنى. لو ما كانش يبقى الى تاني حد يوم كبير تقريبا. القرار الى حد كبير يرجع للاب والام، وما بيكونش ليه ميديكال باك جراوند قوي وهيتساب ليهم هم اللي يقرروا. الصفرة بقى دي مم. قصة كبيرة جدا، وأنا حواليا ناس كتيرة جدا 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 الأطفال بتتولد بالصفرة، مم. أو أنا معرفش هما بيتولدوا بيها ولا يعني أنا مش فاهمة قوي، فعايزين بقى نتكلم باستفاضة أكتر عن الصفرة. ما هي بصي احنا كل الاطفال بيبقوا عرضه لدرجه من درجات الصفرة، وده لاسباب كتيره جدا، بس اهمها والمعتاد ان البيبي وهو موجود جوه بطن مامته بيبقى بيتعرض لنسبه اقل بكتير من نسبه الاكسجين اللي احنا بنتعرض ليها في حياتنا العاديه. أوكي. وبالتبعيه ده بيستدعي وجود عدد اكبر وكميه اكبر من كرات الدم الحمراء عنده، ونسبه الهيموجلوبين عند الطفل بتبقى اعلى بكتير وهو جوه بطن مامته. أوكي. بمجرد ما البيبي بيتنقل من مرحله الحياه الرحميه او الانترايوتراي انه يخرج للحياه العاديه بتاعتنا، بيبدا جسمه يتاقلم على الجو الجديد اللي هو موجود فيه، واللي فيه هو مش محتاج لهذا الكم من كرات الدم الحمراء ولهذا الكم من الهيموجلوبين، وبالتالي بيبدا الجسم يكسر جزء كبير من كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين اللي موجوده عند الطفل. ماشي. التكسير بتاع كرات الدم الحمراء ده التخلص من المواد الناتجه عنه بيبقى عن طريق الكبد. كل الأطفال لما بتبقى مولودة بيبقى لسه النمو والنضوج بتاع الكبد عنده بيبقى لسه ما اكتملش بشكل مناسب، وبالتالي بيتحول التكسير الكتير ده لصورة من صور العبء على الكبد بتاع الطفل، فما بيلحقش يتخلص من كل المواد دي، من ضمنها مادة الصفر. فنبدأ إحنا نشوف إن البيبي بدأ شكله يصفر معانا. كل ده طبيعي وفسيولوجي، إن هو الولد بدأ يصفر مع مامته من أول اليوم الثالث أو أكتر. تمام. فبيبقى مقبول بالنسبة لنا. في بعض العوامل التانية اللي ممكن تكون تخلينا نقلق أكتر من الصفرة ونبقى عايزين نتابعها بشكل كويس. إيه بقى؟ زي مثلا فصيلة دم الأم. الأمهات مثلا فصيلة دمها O، إحنا عارفين إن فصائل الدم إما A أو B أو AB أو O. الأمهات اللي فصيلة دمها O بتبقى عرضة أكتر إن البيبي بتاعها يبقى نسبة الصفرة بتاعته عالية أكتر من العادي. فده معناه إن اللي فصيلة دمها O لازم تركز يكون أكثر أكتر. حذرا طبعا. أوكي. تمام. أنا أول مرة وغالبا أعرف غالبا المعلومة دي. بيبقوا الدكاترة بتوع النساء بيبقوا عاملين فصيلة الدم للأم أثناء المتابعة. ولو الأم فصيلة دمها O، أو الأهم كمان الأمهات اللي هي عندها عامل ريسس أو الار اتش فاكتور ده اللي هما إيه؟ نيجاتيف، ده برضو صورة من صور تصنيف فصائل الدم. أوكي. انت عندنا الار اتش ده او عامل ريسس ده في منه بوزيتيف وفي منه نيجاتيف. اما ان انا بكون A ومعايا ار اتش نيجاتيف، او A ومعايا ار اتش بوزيتيف، او AB ومعايا ار اتش نيجاتيف، او AB ومعايا ار اتش بوزيتيف، وهكذا. أوكي. الامهات اللي عندها الار اتش نيجاتيف، ودول نسبه قليله من البوبيوليشن، الار اتش نيجاتيف عامه 15% من البوبيوليشن. أوكي. تمام. فالنسبه الاقل اللي هم الار اتش نيجاتيف، واكيد كل الامهات تبقى عارفاها انها بيبقى دكتور النساء عامل ليها ار اتش، واللي طالعه نيجاتيف هيبقى دكتور النساء قايل لها انت هتاخدي حقنه الار اتش بعد الولاده. يعني هتلاقي المعلومه دي متداوله ومعروفه بين الامهات بالذات اللي عندهم ار اتش نيجاتيف. أوكي. تمام. ساعات بقى يا دكتور بيحصل إن الأم بترجع بالبيبي البيت والصفرة بتزيد وهي مش عارفة. إيه بقى العوامل اللي نقول للأم إن لو ابنك عنده كذا 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 أنت لازم تنزلي تاخديه مستشفى أو تبعتي على طول للطبيب بتاعك؟ طيب، هو دلوقتي برضو معظم المستشفيات بقت بتحط برنامج لمتابعة أرقام الصفرة دي. أوكي. تمام. يعني إحنا غالبا بيبقى عندنا مواعيد روتين نقيس فيها الصفر. يوجوالي بيطلب منها إنها تقيس وهي خارجة من المستشفى، بنقيس في اليوم الثالث، في اليوم الخامس، في اليوم السابع. فإلى حد كبير بتبقى الأم معاها سكادول للقراية، لكن مهم برضو إنها تبقى متابعة وملاحظة درجة لون الصفرة بتاعت الطفل إذا هي حست إنه بقى أصفر أكتر، لأن ده ممكن ما لون بين جسمه ولا عينه؟ لا، لون الجسم، لأن العين دي من أول الحاجات اللي بتصفر. الصفرة عامة يلينا بتظهر في البيبي من وشه لتحت وبتختفي من تحت لفوق. يعني هي أول حاجة هتصفر في الولد هو عينيه،
والتيب بتاعت النوز بتاعته. اه تمام، واخر حاجه هتتحسن في الصفرة معاه هي عينيه والتيب بتاعت النوز بتاعته. اه لكن لو البيبي مثلا كان وشه بس المصفر، وهي النهارده ملاحظه ان الولد صدره او بطنه بدا يبقوا مصفرين معاها، يبقى معنى كده ان الصفرة زادت بغض النظر عن درجه الاصفرار اللي هي شايفاها. اه فكره ان الصفرة جزء اكبر من الجسم بقى متشاف اصفر، معناها ان الولد نسبه الصفرة بتاعته زادت. هي الام كده كده بروتكتد بمواعيد القرايه الثابته اللي احنا بنبقى محددينها اوكي في اليوم الثالث والخامس والسابع. لكن مهم ان احنا نبقى برضه ملاحظين لو لاحظنا تغير سريع في درجه الصفرة ما بين الايام بتاعتنا، يبقى انا مش هستنى اليوم السابع. لو الولد في اليوم السادس اصفر جامد، انزلي وقيسي. تمام. اه والحاجه الثانيه نشاط الطفل. غالبا البيبيهات اللي بيبقى عندهم ارتفاع في نسبه الصفرة بتبقى مأثره على نشاط الولد وبتخليه عياطه اضعف ونشاطه قليل. اي بيبي دايما نقولها للامهات في الزياره your baby should be active and crying. ايوه أنا هو لازم يكون بيفرك وبيتحرك وبيعيط كتير عشان تعرفي ان هو كويس وحالته العامه كويسه. لو ده مش موجود ومعظم الوقت نايم ومش فايق معاها، يبقى ممكن تكون قلقانه، او يبقى مهم ان هي تتابع نسبه الصفرة لو فيها تغيير. وطبعا دلوقتي بقى متاح الاجهزه اللي بتقيس الصفرة من على الجلد من بره، وده بقى مسهل الدنيا كتير، غير ما كان الاول كان لازم يتسحب عينات في كل مره، فكان بيبقى الموضوع شويه اصعب على الاب والام. افتكرت حاجة برضو بالحاجات لما حضرتك بتقول ان دايما بتقعدوا تقولوا ان البيبي should be active. اه انا فاكرة لما كنت باجي لحضرتك في العيادة واقول لك فريد بيعمل اصوات غريبة جدا. اه عايزة برضو اتكلم عن الاصوات دي لان امهات كتيرة جدا ما بتكونش فاهمة اه اللي هو اكن فجأة روحه بتروح الصوت الغريب مم. ده وصوت الحصان. ايه طبيعة الاصوات اللي الام تكون مستنياها من البيبي في اول شهر بالذات؟ طيب، احنا ممكن نستغل سؤالك كمان في ان احنا ممكن نقول كل الحاجات اللي ممكن تبقى نورمال اللي طبعا معظم البنات بتبقى قلقانه منها وبتبقى طبعا حاسه ان الولد ممكن يبقى فيه ارجوك مشكله. خنفره المناخير والنيزل ساوند دي حاجه نورمال. بعد بس تمام. العطس او السنيزنج ده حاجه برضو طبيعيه ونورمال. اوكي تمام. الشرقه وهو بيرضع during الرضاعه، احنا بنقلق من الشرقه اللي ما بين الرضعات وبعضها. اه يعني الام رضعت ابنها وحطاه في السرير بيشرق منها، ده مش نورمال. اوكي لكن لو هي بترضعه وهو بيشرق اثناء الرضاعه، دي حاجه طبيعيه ومقبوله. اوكي تمام. الستريننج وانه بيقعد يحزق طول الوقت، مم. يحزق ويتزمزق ويطلع في صوت صوت، الحصان ده طبيعي. النيه بتاعت الحصنه دي مم. برضه نورمال. ان النفس يبقى بيسرع ويبطأ، كل البيبيهات هي الام لما تلاحظ هتلاقي ابنها فجأة في مرحله بينهج بسرعه وبعدين نفسه يبطأ تاني. طب اقلق امتى؟ تقلقي لو بينهج على طول، لان هو برضه لو بينهج ونفسه سريع على طول، لا يبقى دي في مشكله، في صعوبه في التنفس، وده طبعا يستدعي انك تنزلي على الاي ار على طول. اوكي لكن لو بيسرع ويبطأ ده نورمال ومقبول. اوكي تمام. الزغطه طبعا نورمال، كل البيبيهات بيبقى عندهم زغطه وايا كانت درجتها، عشان اوكي برضه البنات بتقلق، بس هو بيبقى عنده زغطه جامده بتطول كتير. مده الزغطه قد ايه، قوه الزغطه قد ايه، مش مؤشر لاي حاجه. انا فاكره برضو العين كان ساعات بتبقى فيها زي الافرازات اللي بتبقى في العين دي صح ممكن نقول عليه زي ما قلنا كده، الزغطه والحزق والنفس اللي بيسرع ويبطأ والنيه بتاعه الحصينه وخنفره المناخير والعطس، كل دي حاجات ممكن تبقى طبيعيه فيهم. يستنوها عادي في اول فتره. بالظبط كده. اوكي العين، على حته العين اللي انت قلتي عليها، كتير برضو من الكومبلينس ممكن البنات او اللي تبقى بتشتكي منها ان عينه بتعمل افرازات، او ان انا بحس عينه متقفله شويه. احنا عندنا الغدد الدمعيه بتفرز الدموع الدمعيه او بتفرز الدموع في العين، والدموع دي بيبقى لها زي تيار كده، الدموع بتمشي في العين عشان تروح عن طريق قنوات دمعيه عشان يحصل تيرن اوفر والدموع دي تتجدد. فالفتحه بتاعت القنوات الدمعيه بتبقى موجوده في الجمجمه بتاعت البيبي، ولان الجمجمه بتاعت البيبي صغيره قوي، فالفتحه بتاعت القنوات الدمعيه دي بتبقى مسدوده شويه، وبالتالي حته الصرف او الدرينج ما بتبقاش احسن حاجه، وده بالتبعيه بيخلي الدموع تتجمع زياده شويه. ففي بعض الامهات ممكن تقول انا بحس ان عينه دي مدمعه. اه تمام. او ان انا بحس ان عينيه بتعمل افرازات عليها، اه ده بيبقى بس مشكله القناه الدمعيه دي. اعملي كمادات ميه دافيه على العين بس، وممكن بقطنه نبقى بنعمل مساج على الضغط اللي بيصرف الدموع. ومع العمر ابنك بيكبر او بنتك بتكبر، الجمجمه هتكبر، الفتحه بتاعت القناه دي هتوسع، المشكله دي هتتحل لوحدها من غير اي حاجه. ماشي. بما اننا بقى اتكلمنا على العين، انا الاسئله بتيجي في بالي طبعا يعني احنا محضرين حاجات بنفتكر بس الدرس. بفتكر حاجات. امتى البيبي يبتدي يشوفنا؟ هو عشان ده سؤال انا اتصدمت. يعني انا فاكره بعد كذا زياره لحضرتك وبعد كده اكتشفت ان هو مش، انا فاكره ان هو شايفني زي ما انا شايفه حضرتك، اكتشفت بعد كده ان لا. بمراحل. هو اه البيبي بيشوف من اول ما بيتولد. اوكي العين از كاميرا هي شايفه، تمام. اه بس احنا الرؤيه بتاعتنا بتتقسم لوظائف للعين ووظائف للجهاز العصبي. اوكي فكره ان انت مدركه انت قاعده مع مين، بتتكلمي مع مين بالرؤيه، ده مش معناه ان عينك هي اللي معرفاكي مين اللي قاعد قدامك. اللي معرفك مين اللي قدامك يور برين، طبعا المخ مش العين. فهو البيبي في الاول بيبقى بيشوف، تمام، بس الصوره نفسها بليرد مبدئيا وملهاش معنى. يعني هي الصوره نفسها مش مترجمه بالنسبه له لحاجه. البيبي في الاول بيعرف مامته بس، مم. ريحه جسمها وسكين كونتاكت، تمام، اوكي ما بيعرفهاش بانه يبقى شايفها.
وما بيعرفش باباه، ما بيعرفش اي بيرسونز تاني، لان هو لسه مش بيعرف يتعرف على الناس بالعين. بعد كده في مرحله قدام على سن شهر، شهر ونص، بيبدا الطفل يبقى الرؤيه بتاعته احسن، ممكن يشوف لغايه مسافه 20 ل 30 سم، وبعدين على سن شهرين، شهرين ونص، ممكن المسافه دي توصل لغايه 50 سم اللي اوكي. بيشوف عندها. في الاول رؤيته بتبقى برضو ابيض واسود، ما بنشوفش الوان مفيش خالص. خالص. وبعدين بعد شويه بيبدا يشوف اللون الاحمر واللون الاصفر والميكسس اللي بيتعملوا بالاحمر والاصفر، لكن ما بيشوفش الازرق، وبالتالي ما بيشوفش الميكسس اللي فيها الازرق. يعني مش هينفع ابنك يشوف اللون البيربل، لان البيربل ده ميكس اوف داخل فيه ازرق الازرق، يبقى هو مش هيشوفه. هو هيشوف الاحمر والاصفر والبرتقاني والدرجات اللي ما بين اللونين دول بكل الدرجات اللي ما بينهم. اوكي. تمام. في الاول بيشوف 2 دي، ما بيعرفش يشوف 3 دي، وبالتالي هو حتى البيبيهات لغايه لما بتبقى بتقلب وبيعمل رول اوفر على سن 4 شهور او 5 شهور، من الحاجات اللي بتخليهم ممكن بيقعوا ان البيبي ما بيعرفش يشوف العمق، هو بيبقى شايف الارض في فبيتدلق. سوى السرير بتاعه، وبالتالي هو بيبقى سهل قوي ان هو يقلب نفسه، ما بيحسش بالخطر من الحركه دي. اوكي. قدام شويه ما يبدا يشوف ثلاثي ابعاد، بيبدا يدرك بقى ان في عمق، ويبدا تلاقيه هي حتى بتحسها ان هو يبدا هو بيعمل حركه معينه، بدا يبقى اكثر حرصا، ويبدا يمد ايده وينزل رجله ويتحسس الحاجه، عشان هو بدا يشوف العمق وبدا يحس بخطوره المسافه. نروح بقى للرضاعة. احنا كده كده ان شاء الله دكتور نوران استشاري رضاعة هتكون هي معانا، بس لازم برضه اسأل حضرتك عن الرضاعة. مم. اول فترة بتكون مرهقة قوي للأم، وما طبعا. بتكونش فاهمة هل المفروض انا اقعد اصحي البيبي كل شوية، مم. المفروض اكله كل قد ايه اهم الحاجات اللي حضرتك تقولها لأي ام مقبلة على بداية بقى رحلة الأمومة والرضاعة؟ بص، هو طبعا الموضوع ممكن بتدخل فيه تفاصيل كتيره، بتبقى معتمده على السيتويشن اللي الام بتتناقش مع الدكتور بتاع ابنها وبنتها ساعتها. يعني في بعض الامهات ممكن لو البيبي مثلا عنده مشاكل مع صفرة وعنده مشاكل مع الوزن، ممكن هيبقى الدكتور بتاع الاطفال بتاعها بيبوش وبيضغط ان على لازم زياده عدد تصحيه الرضعات وتصحي اه وتعملي. ممكن واحده تانية تبقى الامور اسهل كتير، وزن البيبي كويس، البيبي نشيط ومصحصح معاها، ما عنديش مشاكل مع الصفرة، وبالتالي انا ممكن ابقى اكثر هدوءا معاها، ضغط اقل شويتين. كله عموما بكل الاحوال هيبقى بينكارج وبيزق وبيضغط على الرضاعه الطبيعيه، لان طبعا. في الاساس والتجربه اللي احنا بنمر بيها في العالم دلوقتي كلها تقول ان فعلا الرضاعه. كنا الاول يعني عايز افكر معاكي كده، كنت اقول ايه اللي هو بتوع WHO يعني برضو يعني ضاغطينها قوي، يقول لك اصل في الكاتاستروفز، يعني في الديزاسترز، عشان لو حصل حاجات كوارث او حاجه يعني هتبقى احنا بنشوف دلوقتي اهو كلموا في سلاسل امداد ممكن يحصل فيها حاجه وممكن يحصل مشاكل. مم. فاكيد اكيد التشجيع على الرضاعه الطبيعيه مطلوبه ومهمه، دي اوكي. في الاساس. اوكي. الشكل بتاعها هياخد شكل عامل ازاي، دي زي ما قلنا ممكن تختلف من الام للتانيه حسب الدسكشن، الطفل. حاله الطفل، وممكن الدكتور يبقى طالب منها حاجات معينه. لكن ممكن نقول عموما احنا بنشجع الرضاعه اون ديماند، كل ما الطفل يبقى عايز يرضع معانا، فيما عدا بعض الحالات الخاصه اللي ممكن يطلب من الام سكيدول، سواء بانها تبعد الرضعات شويه او ان هي بالعكس تقرب الرضعات من بعضها قوي. اوكي. كل البنات في الاول الرضاعه بتبقى صعبه جدا. احنا برضو بنتكلم عن حاجه ما فيهاش اكسبيرينس خالص يا لينا، وده دايما اللي بيبقى عامل ضغط كبير. هي مش فاهمه تخليه يمسك صدرها ازاي، هي مش فاهمه المفروض تقعد ترضعه مده قد ايه، هو شبعان ولا هي مش مش فاهمه هو شبعان شبع ولا وبيعيط لا، ليه؟ خلص رضع، طب هو لما نام كده هو كده خلص رضاعه وشبع اشيله، ولا هو كده ما شبعش، طب هو بيعيط ما فيش بعدها ب10 دقايق، طب هو بيقعد ساعه ونص ما بيعيطش، انا امتى اعرف ان انا اصحيه هو المفروض يرضع، ده كده قليل قوي ارضعه تاني. فبنحاول نحط وصفات عامه، هي بتحاول تطول مده الرضاعه بتاعتها على قد ما تقدر. احنا دايما بنتكلم ان مده الرضاعه ممكن توصل لحوالي ساعه الا تلت او ساعه الا ربع، تمام، في السيشن الواحده. ومهم قوي انها تبقى ظابطه البوزيشننج بتاع رضاعها، وان هي تبقى يعني البيبي ماسك صدرها بشكل كويس، عشان نقلل الجروح والتعوير على صدرها، وعشان البيبي يقدر يسحب لبن بشكل كويس من مامته. واخيرا المهم ان هي تبقى بتاخد بالها من التغذيه بتاعتها. احنا مش بنقول للبنات اللي بترضع انت المفروض تاكلي كتير قوي وتشربي كتير قوي، تاكل اكل نظيف. هاي بروتين دايت، بالظبط. حاجات تكون هيلثي عموما على قد ما نقدر، وناكل حاجات فيها بروتينز كويس. الحاجات اللي فيها اوميجا 3 زي السمك والمكسرات بتبقى كويسه عشان بتحسن اللبن جدا. والناتس انا من الحاجات اللي بشجع الامهات انها تبقى بتاكل منها، لان معظم الامهات بتبقى عندها مشكله، هي بيبقى عندها فقدان شهيه فظيع بعد الولاده، سواء بقى من العمليه بتاعه الولاده نفسها او من حجم وكم الاسترس اللي بيكون عليها في الفيز الجديد اللي هي بادئاه كأم، والتاسكس المطلوبه منها ترضع، منها تغير، منها تاخد بالها، هي ستريسد بشكل كبير جدا، وبالتالي متوقع جدا يكون عندها فقدان شهيه كبير. المكسرات من الحاجات اللي مش محتاجه يبقى ليا نفسي اكل قوي، واللي اهم من الاكل انها تبقى تشرب سوائل بكميات كبيره، عصاير فريش او سوائل دافيه، او ايفن حتى بقول نشرب ميه كتير. الحاجات دي بتحسن الميلك سبلاي، بتخلي اللبن بتاعنا كويس. امتى بقى بنلجأ للرضاعة الصناعي؟
أنا ممكن آآ أجاوب بس هاسيبك أنت آه. تجاوب. يعني لو بنتكلم في الجانب الطبي إحنا لينا indications أو لينا حاجات ممكن تكون أهمها إن اللبن ما يكونش مكفّي. اللبن مش مكفّي الطفل، سواء بإن البيبي ده باين معايا في متابعتنا إن وزن الطفل مش بيزيد بشكل كويس، أو إن هو النمو والتطوّر بتاعه متأثّر بسبب إن اللبن بتاع الأم مش مكفّي الطفل بشكل أنا كويس. فاكرة لمّا إحنا ابتدينا اللبن صناعي لفريد إن هو كان بعد ما اتولد بفترة كان قاعد تقريبًا 3 أسابيع وزنه كان ثابت أيوه بالضبط، وما كانش بيزيد خالص، بالضبط، فأنا فهمت ساعتها إن ده وهو كان عنده tongue tie فتقريبًا مضبوط. هُم كانت mix إحنا مع كمان بعض. بنشجّع دايمًا الأمهات إن أنتِ زي ما قُلنا كده، إن إحنا قعدنا 3 أسابيع كذا، إن أنتِ ما تبقيش مضغوطة، مش من أول مرّة هتلاقي إن الولد وزنه مش بيزيد نتوتّر ونقلق. الرضاعة الطبيعية ما بتمشيش على pattern ثابت على طول، لازم ندّي فرصة، لكن أكيد، أكيد لو أنتِ زيارة التانية، التالتة بدأ يبقى ملاحظ والدكتور بتاعه بدأ يلاحظ إن هو وزنه مش بيزيد بشكل كويس، هو هيبقى عايز يكتب لِك لبن وهيبقى عايز يوصف لِك رضاعة صناعي مع رضاعة طبيعية. ودايمًا بنقول إحنا السيناريوهات ما لا يُدرك كُلّه لا يترك كُلّه، إحنا بنشجّع إن إحنا الرضاعة الطبيعية فقط طبعًا، في طبعًا، البداية، طبعًا. لو ما نفعش ممكن نsupport الرضاعة الطبيعية بلبن حسب احتياجنا اللي يكون موجود، على قد ما نقدر بنحاول ما نوصلش للسيناريو الخالص إن الولد صح، يبقى اللي بيرضع هو صناعي يبقى لبن بس. صناعي بس. الناس دايمًا بتقول اللبن الصناعي بيجيب مغص أوي، آه. إمم. فحقيقة ده إيه؟ بُصّي، أنا في نقطة مهمة برضه دايمًا بابقى شايفها، يعني بلاش دايمًا نبقى بنروّج إن الفورمولا حاجة وحشة. أنا بس عندي مشكلة برضه أنا لازم إمم. أقول لحضرتك عليها، لمّا بتضطر إن هي تلجأ للبن الصناعي، بتشوف هجوم كبير أوي من بالضبط، المجتمع، هو ده اللي أنا سواء قصدي. الfamily سواء الfriends سواء الناس عامةً، فمن أهم الحاجات اللي بتتقال أول حاجة طبعًا يا حرام مش عارفة إيه، ممكن إمم. يبقى غصبٍ عنها 100%، إمم. تاني حاجة ده بيبهدل البطن، ده بيقلب الدنيا. بالضبط، أنا شايف النقطة دي كده. بُصّي، القرار بإن إحنا ناخد فورمولا في حاجات كتيرة جدًا بتبقى involved فيه. في بعض الحاجات ممكن يبقى قرار الأم نفسها، أتّفق أو نختلف أنا وهي وإحنا قاعدين في المناقشة ونتخانق مع بعض والّا حاجة، دي حاجة تخصنا. بالضبط. أو إن هي ممكن تكون مضطرين إن إحنا ندّي اللبن لأي سبب من الأسباب. في بعض الأمهات ممكن أبقى باكتب لها اللبن الصناعي وshe is crying، هي قاعدة بتعيط عشان بيتكتب لها اللبن الصناعي. فأنا دايمًا عشان كده بابقى رأيي دايمًا إن إحنا بلاش نقول إن اللبن الصناعي، بلاش يا جماعة نبقى بنقول إن اللبن الصناعي وِحِش دايمًا، خلّينا نقول إن الرضاعة الطبيعية أحسن حاجة. فاهمة. عشان لو أم اضطرت إنها تدّي لبن صناعي ما تبقاش حاسة إن ابنها عنده مشكلة، تمام؟ استخدام اللبن الصناعي ما هواش حاجة غلط، ممكن إحنا مش مع استخدام اللبن الصناعي من غير ما يكون ليه سبب. الراجل بتاع شركة الألبان اللي بيدخل العيادة ما يقدرش يقول لي أنا اللبن بتاعي زي لبن طب الأم. هم أصلًا بيكتبوا على بالضبط اللبن كده. إن الرضاعة فهو الطبيعي بالضبط، أفضل الرضاعة الطبيعية أحسن، غذاء. الرضاعة الطبيعية أحسن وأفضل، لو البيبي رضع طبيعي بس ده أحسن بكتير. بس لو اضطرينا إن إحنا ندّي فورمولا لأ. وحتّة المَوَص والكلام ده كلّه ده بيعتمد على حاجات كتيرة، نوع اللبن، حالة الطفل نفسها ممكن تكون هي السبب في إن الولد بطنه تعبانة، وممكن يبقى محتاج نوع معيّن من اللبن، وده برضه قابل للتعديل. القرار بتاع دكتور الأطفال بالمناقشة مع الأم ومعرفة الأعراض، ممكن يعدّل في نوع اللبن وعلى أساس كده الطفل ياخد لبن صناعي وتبقى بطنه مرتاحة معاه. آخر حاجة برضه، طبعًا إحنا بنشجّع الرضاعة الطبيعي، وممكن أحيانًا أبقى مش مبسوط أوي وأنا باكتب اللبن الصناعي، بس برضه يا جماعة it's not fair إن إحنا نsummarize علاقة الأم بابنها بإنها رضعته والّا لأ. إن الأم الكويسة هي اللي بترضع طبيعي واللي مش كويسة هي اللي بترضع صناعي. الأمومة أكبر بكتير من الرضاعة بس، شكرًا أوي إنك قُلت والأم كده. بتعمل حاجات كتيرة لحياة ابنها. أنا ساعات أقول للأمهات كده أنتِ جاية العيادة عندي بابنِك ومعاكِ مامتِك، يعني لغاية دلوقتي وأنتِ بقيتِ أنتِ لسه ماما تعبانة معاكِ وبتضحي عشانِك وبتعمل حاجات عشانِك. فبس ما ينفعش نلخّص الموضوع في رضاعة طبيعي. إحنا بنشجع الرضاعة الطبيعي، بس برضه مش هنلخّص علاقة الأم بابنها أو بنتها بإنها رضعته والّا لأ. افتكرت بقى حاجة بمناسبة الفقرة بتاعة اللبن والرضاعة وكده، الارتجاع والقيء. إمم. أنا قعدت كتير أوي مش عارفة إن فريد عنده ارتجاع، إمم. وعرفت بالصدفة بسبب حضرتك، كان إمم. بيتطعم مرّة تطعيم حاجة في البُق إمم. وما أعرفش شكل بتقلبه، إمم. فقام قاشط، فقُمت أنت قُلت له: "لأ." قُلت لحضرتك ده بيقشط، إمم. سألتني رضع إمتى، قُلت لك من 3 ساعات، قُلت لي: "لينا ده ارتجاع." وبعدها ابتديت أفوق، للعرض الموجود. لولا إن الموقف ده حصل كنت هافضل طول عمري فاكرة إن عادي أصل هو طفل بيقشط. فعايزين نفهّم الأم إمم. إيه الفرق بين القيء والارتجاع، إمم. وبنتعامل معاهم إزاي، وإيه الchances إن إحنا نقلل طيب الاتنين. بُصّي، لأ، القيء قصة تانية خالص، وده حاجة اللي هو بنسميه الترجيع. القيء ده اللي هو الترجيع، آه. ده غالبًا بتكون مشكلة مرضية أوكي. serious، وهي صعب إنها تمِس يبقى لإنه كده لازم قيء وارتجاع هيأثّر على والقشط. وزنه، وغالبًا هتحتاج تعمل زيارة للطبيب، واحتمال أوكي. كبير يكون وراها مشكلة كبيرة. إن أوكي. حتّة الترجيع عند طفل بشكل مستمر، الترجيع إذا اتحط اللي حاصل دوّة لمّا هي توصفه للدكتور تحت بند الترجيع أو القيء،
ده موضوع تاني وغالبا هتكون مشكله مرضيه كبيره. اوكي. نيجي اللي دايما ممكن فيها خلط ما بين الامهات بعضها، القشط والارتجاع. والارتجاع. ممكن دول الى حد كبير بيبقوا هم اللي بيحصل ما بينهم لخبطه يعني. اوكي. في رايي برضو عشان نبقى بنقول معلومات عامه، لان بعض الحاجات بتبقى مهمه قوي فيها يا لينا، تفاصيل طبيه هتختلف من حاله لتانيه، مش هتبقى حاجه عامه، تمام. بس احنا بنهتم بالارتجاع اللي ممكن يبقى عامل لينا بعض المشاكل بالنسبه للطفل. اذا لاحظتي العلامات دي عند الولد او البنت، يبقى هتروحي للدكتور، احتمال يكون تفسيرها ارتجاع عامل له مشكله، تمام. لو الطفل عنده فاسنس او الولد بيعيط كتير، عنده كراينج وعياط كتير معظم الوقت في اليوم، ده قد ممكن يكون من علامات الارتجاع اللي يستدعي العلاج. اوكي. وانا قاصد اقول يستدعي العلاج عشان اقول الحته دي انا وانت تاني. الحاجه التانيه، لو الطفل وزنه مش بيزيد، مش بيكبر، برغم ان الام بغض النظر بقى لو هي بتدي له لبن صناعي او لو هي بتدي له لبن طبيعي، اللبن عندها كويس وهي بترضعه بشكل كويس، بس هو الولد بيرجع جزء كبير من اللبن اللي بياخده، وبالتبعيه هي ملاحظه ان الولد معدل النمو بتاعه مش كويس، فطبعا هتروح للدكتور تتاكد من المعلومه دي. او لو هو عنده رفض للرضاعه، يعني هو بيرضع ومش بيكمل الرضاعه معاها، بيعيط ويسيب صدرها. دايما نقول لام كده هتلاقي الولد بيعمل ارشنج للباك، بيرمي نفسه لورا كده ويبقى مقوس ظهره لورا، وبيسيب الرضاعه ما يكملش معاها الرضاعه. هي وهو بيتخانقوا مع بعض وهي بترضعه، سواء لو بتدي له البريست او هي بتدي له الفورميلا البطل. واخيرا لو عنده كحه، تمام، بالذات دايما بعد الرضعات بتاعتنا، ده احنا بنسميه ارتجاع عامل لينا اعراض، لان كل الاطفال الرضع بلا استثناء عندهم درجه من درجات الارتجاع. دي حاجه عامله زي المغص، يعني مفيش واحده تطلع تقول اصل انا ابني ما جالوش مغص، مفيش حاجه اسمها كده. كل الاطفال بيجي لهم مغص، كل الاطفال بيجي لهم ارتجاع، كل الاطفال هنقولها مع بعض، لو نتكلم على الستول، كل الاطفال ممكن يقعدوا فتره ما يعملوش ستول، تمام. النقطه بس اللي مهمه، ممكن ابنك او بنتك يبقى عنده درجه من درجات الارتجاع، وده عادي جدا، ومش لازم نديله علاج ومش لازم ناخد ادويه، الا لو هو عامل لك حاجه من الاعراض اللي احنا قلنا عليها، الاعراض القويه ان بدا الارتجاع يعمل له مشكله، ان الارتجاع يتحول لديزيز، يتحول لمرض، سواء انه يبقى سبب للكحه لانه بيعمل طبعا تهيج للجهاز التنفسي ودي حاجه خطر، او ان يخلي الطفل رافض الرضاعه عشان الحموضه والارتجاع بتخليه يسيب الرضاعه، او ان هو يكون وزنه مش بيزيد لان هو بيلص جزء كبير من اللبن اللي بياخده بسبب الارتجاع، او ان هو يكون عنده فاسنس وإريتابيليتي لان الارتجاع عامل له حموضه، فبيخلي الولد دايما بيعيط ودايما مش مرتاح، رامي ظهره لورا، بيعرفش ينام كويس. في الحاله زي كده اتوجهي طبعا لدكتور الاطفال بتاع ابنك او بنتك عشان يديك علاج للارتجاع. اوكي. من اكتر الحاجات اللي بتتقال للامهات من قبل ما بيولدوا، انسي النوم. انا بشوف ان دي جمله غلط جدا جدا، لان اول فتره بتكون صعبه، بس بعد كده لو سستمنا البيبي بطريقه معينه النوم هيكون احسن. احنا كده كده ان شاء الله في البرنامج جايبين مشيره سليب تريننج سبيشالست، بس لازم نعرف من حضرتك هو اصلا ايه الفرق بين سليب روتين وسليب تريننج، وهل ده صح ولا غلط؟ لان الناس تقعد تقول لك لا هو طفل صغير مش فاهم الفرق بين الصبح وبالليل، انا هنيمه وقت ما هو عايز. وفي ناس تقول لك انا ما اقدرش اسيب ابني ينام في الكريب لوحده ويقعد يعيط لحد ما ينام. فعايزين نعرف امتى ممكن نبتدي سليب روتين، هل هو صح ولا غلط، الطفل بيفهم ما بيفهمش، هل يعني عايزين نفهم بس المفاهيم لحد بقى ما نتكلم مع مشيره باستفاضه. هو عامه اول 3 شهور معروف ان الدنيا فيهم بتكون مختلفه شويتين، هو البيبي اول 3 شهور كمان بيبقى الفسيولوجي بتاعه مختلف، كل البيبيهات في اول 3 شهور بيبقوا بيناموا بالنهار وبيصحين بالليل، ده طبيعته، هو بيبقى كده. فهي دايما معروف ان في الاول تبقى عامله حسابها ان هو مش هتنام، بس ممكن ساعات النوم بتاعتنا تكون متلخبطه شويتين. انا حتى ساعتها بفكر الامهات انك تفتكري هو كان حركته ونشاطه ولعبه في الحمل كان بالليل اكتر، فهو ده الفسيولوجي بتاع البيبيهات في اول 3 شهور، بيبقى نايم بالنهار كويس قوي وبالليل بيبقى صاحي اكتر شويه. فلو لقت فرصه ان هي يعني هي شخصيا تاخد ناب وترتاح بالنهار، حاولي على قد ما تقدري تعملي كده، عشان انت هيبقى عندك نايت شيفت حتى لو كنتِ منظمه الدنيا ومظبطه كل حاجه. بعد سن 3 شهور كل بقى المدارس الجديده بتتكلم في ان الام مسموح تبدا تعمل نايت ويننج، ان الطفل ممكن يتعمل له زي فطام ليلي من بعد سن 3 شهور، وممكن يبدا يقعد له ساعات بالليل من غير رضاعه، وبالتبعيه تبدا يعني يبقى مسموح او تقدر انها تعوده ان هو ينام ساعات اطول بالليل شويه. بنتكلم ممكن لغايه 6 ساعات ممكن البيبي ينامهم من غير ما يرضع فيهم، طول ما هو شبعان وطول ما هو صحته كويسه والدكتور قال كده. طبعا طالما هي عارفه ان هو سواء بياخد الرضعات بتاعته بالكميه اللي مطلوبه، او ان هي بقى لنا احنا خلاص بقى بنتكلم برضو لينا انها حتى اللي بترضع طبيعي بقى لها 2 3 بترضع، فهي بقت عارفه
ان الدنيا في الرضاعه الطبيعي بقت ستيبل وبقت مستقره والولد وزنه بيزيد كويس واللبن بتاعها كافي والدنيا تمام، في الحاله دي بنبدا مسموح لنا نعمل فطام ليلي ونقعد الطفل ابطو 6 ساعات بالليل ينامهم بشكل متواصل. بنرشح ان النوم ده يبقى من الساعه 11 للساعه 5 او من الساعه 12 للساعه 6. تمام، دول ال6 ساعات اللي ياخدهم بشكل متواصل فيهم. وبنبقى بنقول ان ده مسموح لينا عشان معظم مرات الرضاعه بعد سن 3 شهور اللي بتحصل خلال الفتره دي بتكون بقت ارتباط شرطي عند الطفل بالنوم او ما بين النوم وما بين الرضاعه. تعود. هو اتعود ان هو ينام بالباطن، هو اتعود ان هو ينام على صدر مامته. عشان كده هي معظم الامهات هتلاحظها من بعد سن 3 شهور الغالبيه، عشان في حاجات بتبقى استثنائيه بس الغالبيه هتلاحظ تقول لي مثلا الولد لما بيصحى يرضع ده هو بيصحى يرضع مني دقيقتين فريد كان كده. وهو مغمض. او تمام؟ لو الباطل او بياخد حتى الباطل ممكن تقول مش لي احنا بيشرب. بناخد ببرونه بالليل طول الليل كله بنرضع في باطل واحده اللي هي بناخدها في رضعه واحده. يبقى ده بيفهمك على طول ان غالبا مرات الصحيان دي ما كانتش جوع، وان هو بنسبه كبيره بس بقى رابط والله يا نومه دكتور انا فهمت ده برضاعه. متاخر، يعني انت كنت اه بتقعد تقول لي الكلام ده لحد ما عملت له الفطام الليلي اه وما كنتش مستوعبه ان ده حقيقي. اه فهمت ان هو ولا جعان ولا حاجه، هو بس وبيريح. متعود. النقطه بقى احنا بنقول بقى برضو عشان تبقى الدنيا دي سهله ايه، ده مش تاسك مطلوب من الام انها تقعد ابنها بالليل 6 7 ساعات من غير ما يرضع وينامهم بشكل متواصل. احنا بنقول ان هو غالبا ما بيكونش جعان وده اوبشن مطروح ليكي. تمام، لان هي بقى لها شهرين 3 تعبانه، فهو مش تاسك مطلوب منك تعمليه، بس لو عرفتي تعمليه انت هترتاحي اكتر وهتعرفي تنامي بالليل اكتر. لان برضو في الغالب بعد النوم اللي بالنهار اغلبه وبالليل صاحيه هي معاه، ده برضو ضد دماغها، هي ستيل برضو الساعه او الساعتين اللي بتتنام بالليل ب5 6 ساعات نوم بالنهار. فهي لو متاح ان احنا نديها الفرصه ان هي دلوقتي بقى مسموح لك هو مش جعان تنامي لو 6 تقدري ساعات تعوديه وتنامي 6 ساعات بالليل من غير رضاعه او من غير ما تصحي فيهم، اكيد ده هيبقى احسن ليها. بالنسبه بقى لقصه السليب تريننج، ويقول لك انا ما اسيبش ابني يقعد في كريب يعيط لوحده والكلام ده كله، مع ان هي بتبقى مساله وقت. بس الامهات طبعا احنا بطبعنا بنبقى الايموشنال شويه، بالظبط. فمش بنقتنع ان دي مساله وقت. بالنسبه لنا ده لو بيعيط دلوقتي هيفضل طول عمره يعيط. فبرضه محتاجين نتكلم في القصه دي. بصي لينا دي عامله زي برضو اللي هي شايله ابنها على طول بتحطوش على الارض عشان هيعيط لما يتحط في الارض، فاهماني؟ وزي اللي هو اي حاجه عايزها هياخدها عشان هو هيعيط لو ما اديتهاش له. الحاجات دي ما فيهاش حاجه صح 100% وما فيهاش حاجه غلط 100%. اوكي. بحس ان هي بترجع لشخصيه الاب والام. انت ايه اللي مريحك؟ انت ايه اللي مريحك وانت دماغك ايه وانت هتبقي عامله ازاي في كل تفصيل. اصل انا مش هعرف اصطدم معاها في كل تفصيله. صح. هو مش هينفع ينام في السرير لوحده عشان بيعيط، ومش هينفع يبقى عايز الحاجه دي وما ياخدهاش عشان هيعيط، ومش هينفع احطه على الارض يلعب او على البلاي مات عشان هو بيعيط انا هبقى هي كده. تمام. والناحيه التانيه للعكس. تمام، هو واخد اللبن بتاعه ومغير ونايم في السرير بتاعه، يبقى فانت مش هيقعد مقصره فيه. في حاجه. يبقى هيقعد فيه. هو عايز يلعب بالحاجه دي ودي مش وقتها يبقى مش هياخدها. هي ست بريتش، فاهمه. فانا هقابل دي وهقابل دي. صح. وما بين الاثنين في درجات. لو قرينا والامهات دورت انت هتلاقي في ارتكلز ودراسات بره وحاجات بتقول ان الصح ان انت تسيبيه ينام في السرير بتاعه لوحده، ان هو يتعود على كذا ويتعود على كذا ويتعود على كذا، ولو عملتي كده تبقي غلطانه وهيبقى ده بيخليه يبقى ديبندنت اكتر، اتس نوت سيف انه ينام جنبك عشان نفسه وي والكلام ده كله. وهتلاقي ارتكلز وستاديز بتقول لك ان انت ده غلط على سيكولوجيه الطفل والمفروض خليه ينام جنبك عشان ويبقى يحس مطمش. بالحنيه. انا بقول في الاخر امشي على اللي هيبقى مريحك انت. اه هي انت لو انت دماغك كده از لونج زي مش حاجه هتنقي بتضر البيبي. الكلمتين اللي ماشيين مع دول. لو انت دماغك كده مفيش حاجه غلط تماما ومفيش حاجه صح تماما. اوكي، نرجع بقى تاني لمرحله النيو بورن امم والسره. انا فاكره ان انا السره دي كنت خايفه منها اكتر من الطهاره بتاعت فريد. اهتمام السره، وامتى الام تحس ان ايه ده السره فيها مشكله انا محتاجه اروح لدكتور. طيب احنا بس نتفق، احنا بنغير على السره كنوع من انواع التعقيم مش كنوع من انواع النظافه. وبالتالي الغيار كتير ملوش غلط. اي معنى خالص. كنتش عارفه ده برضه. بالظبط، احنا بنغير عليها مره او 2 بكتير في اليوم. ده كمان برضو عشان احنا يعني عندنا درجه بوليوشن عاليه شويتين او التلوث بتاعنا عالي شويه. تمام، فيفضل ان احنا بنغير مره او 2. في بعض الدول ممكن اصلا مش بيرشحوا الام انها تعمل غير على السره اصلا. انا اصلا فاكره قوي ان انا اول لما ولدت وجيت لحضرتك بفريد بعد كده كنت بعمل له كحول على السره 6 مرات في اليوم. بالظبط. فرحت لحضرتك بقول لك هو ليه السره مش بتقع؟ قلت لي لينا انت بتحطي كتير جدا مره او مرتين. يس ده حقيقي. 2 days later السره وقعت. بالظبط لان هي لما بتبقى مبلوله على طول بسبب الغيار ده بيأخر انها تقع. على بالعكس لما نبقى بنغير بعدد مرات اقل وتنشف بتقع اكتر اسرع.
والحاجه التانيه كمان ما بنرشش كحول عليها، احنا بنرش على على القطنه القطنه. وبنمسح لكن مش القطنه بنقعد بشاش نرش بالسبراي نفسه طبعا. عليها. احنا بنقلق لو السره ما وقعتش لغايه سن شهر، يعني ما نتوترش لو في الولد كيسز بتبقى كده. في حالات ممكن بتطول. طبعا في بعض الحالات لو طولت عن كده الدكتور ممكن يبقى ليه وجهه نظر معينه وممكن يدور ورا بعض الامراض، ده في حالات معينه عشان برضه ما نبقاش بنوترهم. لكن طبعا مهم انها تعرف الدكتور ان انا الولد بقى له 3 اسابيع السره ما وقعتش او بقى له شهر السره ما وقعتش، عشان ده ممكن الدكتور لو في حاجات تانية معينه ممكن يربطها ببعض الحالات المرضيه ويدور وراها معلومه بسيطه زي كده ممكن تبقى فارقه. اوكي تمام. طيب مم. الشاور بقى مم. ممكن نشاور البيبي بعد قد ايه ما يرجع البيت؟ من اول يوم عادي. بس الامهات بيكونوا خايفين شويه، يعني هل في اه ريستريكشنز معينه للشاور؟ طيب احنا عندنا طبعا في تقليد بيتعمل في المستشفيات عندنا هنا ان لازم كل الاطفال يستحموا في المستشفى بعد الولاده على طول، اوكي وللاسف يعني بيشيلوا الماده الشمعيه اللي بتبقى موجوده على جسم الطفل. اذا الام المستشفى بتاعتها متعاونه وساعدتها في ان ده ما يحصلش يفضل ان احنا ما نعملش كده. اعتقد ان دلوقتي معظم المستشفيات صح. بيسيبوا البيبي كويس. اول يوم. لان هي الماده الشمعيه ديت اصلا معموله عشان تحافظ على درجه حراره الطفل بعد ما يخرج من رحم مامته. اوكي فيا ريت مهم ان احنا ما نشيلهاش. في المستشفيات كانوا بيشيلوها يقعدوا يكحتوها بكحول لغايه لما تتشال. لكن بمجرد ما الطفل روح البيت مع مامته احنا نقدر ناخد شاور بشكل يومي. انا دايما بقول للامهات احنا ممكن في الشتاء نستحمى كل يوم بالنهار وفي الصيف نستحمى كل يوم بالليل. تمام. الطفل عباره عن بني ادم زينا بس على حجم صغير بنفس الاحتياجات بتاعتنا. بيسحبها بميه بس ولا بميه وصابون؟ لا احنا لغايه لما السره تقع بنمسح بقطنه مبلوله ميه بس. اوكي بمجرد ما السره وقعت خلاص هي الام شاور تقدر بقى. تغطس في الميه خلاص وعايزه اوكي تحط الطفل. ودلوقتي بقى في استخدامات كتيره لانواع مستحضرات كتيره خاصه للاطفال عشان طبعا تحافظ على بشرتهم عشان ما تبقاش قلقانه منها وتقدر تستعملها بشكل يومي من غير ما تكون بتضر الطفل. الطفل بني ادم زينا بس حجمه صغير. مش منطقي ان انا الاقي طفل مثلا بقاله 10 ايام واسبوعين ما استحماش. حرام حرام. اي حد فينا لو بقى لي 10 ايام ما استحميتش مش هبقى قادر ده اقعد كده يبقى اتكلم. طفل ريحته وحشه، دي بالظبط تبقى حاجه انا قاعد جديده. اتهرش وانا قاعد يعني. تمام. دكتور انا برضو فاكره ان على فريد في فكره انا السن اسف لمقاطعتك طبعا احيانا في اطفال ممكن تبقى دي شكوى الام جايه بيها ان الولد بيعيط كتير. هو بقاله اسبوع و10 ايام ما استحماش. هو بيعيط عشان عايز ياخد شاور على فكره. فاهمه. هو هيز كراينج عشان عايز ياخد شاور مش عشان حاجه تانية. مجرد ما الولد ده هيروح يستحمى هينام 7 8 ساعات. واصلا احسن له عشان يطلع متعود طبعا على الميه والنمو بتاعه عشان ينام بشكل اعمق وده بيخلي نموه يبقى بشكله احسن ده لو تبقى حامي ورضاعته صبح وليله احسن. حامي صبح. هي زي اي حد برضو. انا لما بقى واخد شاور انا هقعد اكل وانا مودي حلو وهنام وانا صح بعمق. فريش. فطبعا ده هيبقى كويس للطفل لحالته والعامه ولصحته العامه ونموه. دكتور انا فاكره برضو ان في اول ايام لفريد يعني بعد ما السره وقعت وابتديت احميه كان بيطلع له زي اكزيما طفح جلدي، وساعتها حضرتك قلت لي ان احنا نستخدم الصابونه اللي هي الجليسرين. يعني امتى بقى الام تبتدي تحس ان ده مش راش عادي، ده طفح جلدي غريب؟ في precautions معينه ان في انواع جلد ما ينفعش نستخدم معاه اي مستحضرات؟ بصي لا صعبه دي نحددها لان اوكي هو دي هتبقى دي احنا بنتكلم عن حالات طبيه. اي ام تلاحظ اي تغير في لون جلد ابنها او بنتها تتواصل مع الدكتور اللي بيتابع الحاله بتاعته على طول ايا كانت طريقه التواصل مع بعض اما بالزياره المباشره او عن طريق انها لو بتتواصل معاه بالتليفون ولو هو محتاج يشوف الطفل هيقول لها انا محتاج ابص عليه مش هينفع بالتليفون. اوكي لكن يفضل اي تغير في لون الجلد تبعت للدكتور بتاعها على طول. بما ان احنا في الحلقه دي احنا لسه بنتكلم from 0 to 6 وعندنا حلقه تانية نتكلم من 6 to 12. فfrom 0 to 6 التهابات الدايبر بتكون مش زي بعد الاكل بس بيكون ساعات فيه التهابات الدايبر. ازاي نتفاداها؟ وامتى الام لما تشوف لون بوب معينه ده خطر؟ ايه الالوان بتاعه الستول الخطر؟ احنا طبعا الالتهابات الدايبر في اول 6 شهور بتبقى اكتر بسبب حساسيه من نوع الدايبر نفسه او ممكن تكون بسبب تغيرات في الستول نتيجه حاجه مرضيه عند الطفل او ممكن تكون بسبب الرعايه بتاعتنا لمنطقه الدايبر نفسها. اوكي على غير بعد 6 شهور بيبقى اكتر العدوى الفطريه والعدوى الفطريات ممكن تبقى اكتر حاجه تعمل التهابات بعد سن او 6 7 شهور. دايما الام لو لقيتي رش مكان الدايبر تواصلي مع الدكتور عشان بنسبه كبيره هتطلع فطريات. نرجع لاول 6 شهور اذا كان في حالات مرضيه معينه ودي بتبقى مرتبطه بعدد مرات الستول الطفل بيعملها واذا كان في اسهال ولا لا وطبيعه الرضاعه بتاعته اذا كان بيرضع طبيعي ولا صناعي ولو بيرضع صناعي بياخد لبن نوع ايه. يعني هتدخل في كذا احتماليه. الحاجه برضو اللي ممكن تبقى مهمه في الحته دي او اللي تهمنا بقى بشكل جنرال العنايه والرعايه بتاعه المنطقه اوكي دي. طبعا حضرتك بتفضل الميه؟ طبعا ميه جاريه دايما غيري مكان الدايبر بميه جاريه. اذا مش متاح يبقى قطنه مبلوله
انا بعتبر الوايبس كونترا انديكيتد الواتر وايبس بس. ايا كانت بصراحه. أوكي. الوايبس بلاش، خلينا دايما نشجع اكتر على استخدام الميه الجاريه. اوكي لو مش متاحه تبقى القطنه المبلوله. اوكي مهم جدا 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 ايا كان اللي نستخدمه فيهم ننشف كويس قوي المنطقه دي. اوكي دي منطقه دايما متغطيه ومقفول عليها، وجودها مبلوله باي شكل من الاشكال، سواء ان البيبي عامل يورين او عامل بول والدايبر ما تشربش الميه دي، او انت لما عملتي هايجين او نظفتي ابنك او ما بنتك شفتي نشفتيش المنطقه كويس. ما نشفتهاش كويس، ده بيعرضه للحته دي تلتهب بسرعه وتبدا الجلد يتعور فيها بسهوله. اوكي، ايه الوان الستول الخطر اللي هو لا قدر الله طبعا الام شافت الستول لونه احمر لونه اسود، الالوان الخطر؟ اه طيب انا بس كنت عايز اقول لك على حاجه في طبعا الدايبر مهمه. طبعا البارير، احنا اه مهم ان احنا دايما نبقى يا اما بناخد بالنا ان احنا دايما نغير الدايبر بمعدل كويس، او مهم ان احنا نبقى نحاول نحط اي بارير يكون حاجه اويلي، حاجه زيتيه. اوكي ممكن تكون بعض الكريمات الكتيره اللي بتستخدم لمنطقه الدايبر على اختلاف اسمائها وانواعها كلها، اوكي او اذا كانت بتفضل الحاجات الطبيعيه، وانا بريكومند على فكره كده استخدام حاجات زي البتروليوم او الفازلين، او استخدام الزيوت الطبيعيه زي زيت الزيتون وزيت اه جوز الهند بتبقى كويسه. كل الفكره انا عايز حاجه اويلي تخلي سلسه الميه ما ما تثبتش. تبقاش على كونتاكت مباشر بالجلد عشان ما تلهبوش. اوكي تمام. الستول النورمال اللون الطبيعي للستول الاصفر للاخضر بكل درجاته. اوكي اي حاجه بره كده كونتاكت الدكتور بتاعك على طول. اوكي، امتى الحراره بتكون خطر؟ السخونيه في حد ذاتها مش هي المشكله. افتكرت حاجه معلش لازم احكيها. ان مره انا كنت بكلم حضرتك دكتور خالد فريد درجه حرارته سخنه 37، قلت لي مش حراره لينا 37 عشان انا متعوده ان هو دايما 36 ونص، ف 37، فعايزين نعرف امتى الحراره خطر لو مش في ايام التطعيم. طبعا اي سخونيه مش معروف ليها سبب معين زي مثلا تطعيم قبل سن 3 شهور، دي امرجنسي، انزلي الطوارئ على طول او روحي للدكتور بتاع ابنك لو متاح. تمام. تحت ماشي سن 3 شهور دي مش هنتكلم فيها خالص. اوكي تمام. الحراره تحت سن 3 شهور بتصنف على انها من حاجات الطوارئ، الا لو انت عارفه سبب. يعني احنا عارفين كلنا مثلا ان تطعيم الشهرين بيسخن البيبي، فانت مطعماه النهارده الصبح تطعيم الشهرين وحضرتك بتبقى او وحرارته الدكتور المعالج بيبقى النهارده قايل حرارته سخنه شويه يبقى خلاص مش هنقلق. لكن الولد كان كويس وتمام وزي الفل، فجاه سخن معايا، احنا تحت سن 3 شهور بنعمل ميديكال فيزيت على طول، ما طبعا بنستناش. ويكلي. غير كده بقى احنا بنقول للامهات لو انت بعد سن 3 شهور فما فوق، لو البيبي حصل معاه سخونيه ما نتوترش وما تقلقيش، ناخد خافض الحراره بتاعنا ونعمل طبعا استشاره للدكتور بتاعنا، سواء برضو اذا كان بالتواصل ما بيننا او لو متاح ان انا اعمل زياره طبيه عشان نشوف السبب هيكون في ايه فيها. اوكي عموما احنا عايزين نقول بس نستغل كلامنا في حاجه، هي الحراره نفسها عمرها ما كانت هي القضيه. الاول احنا بنعتبر البيبيهات بيبقوا سخنين لما حرارتهم بتبقى 38 او اكتر. قبل كده راجعي ان انت ملبساه زياده، شغاله التكييف ولا لا، قاعده في مكان حر ولا لا، خففي لبسه، ممكن تلاقي حراره الطفل بدات تنزل معاكي. لو ما كانش ممكن نبدا نلجا لاستخدام خفض الحراره، لكن لو الحراره 38 او اكتر ده غالبا بيكون صعب ان يكون من العوامل اللي احنا بنقول عليها. اوكي يعني صعب ان الطفل تبقى حرارته 39 عشان مامته ملبساه زياده، مفيش حاجه أوكي. اسمها كده. او حرارته 39 عشان هو قاعد في مش التكييف حرارته عاليه شويه. أوكي. فلو لاحظنا ان الحراره ب 38 او اكتر يبقى ممكن نلجا ان احنا طبعا نخفف لبسنا، نشيل الاغطيه لو احنا حاطينها، ده مهم جدا على عكس المتعارف عليه ان احنا نغطيه. لا، خففي لبسه واكشفيه عشان يبرد معاكي اسرع، ناخد خافض الحراره، واذا كان ممكن ناخد شاور بميه فتره جاريه اوكي لمده 20 دقيقه، ده هيساعدنا الحراره بتاعتنا تنزل. اوكي مهم جدا. عايزين نوضح نقطه، احنا ما بنخافش من السخونيه في حد ذاتها، دونت بانيك، ما تتوتريش لما تلاقي الولد او البنت سخنين. احنا دايما السبب اللي ورا الحراره هو اللي ممكن يقلقنا، وبالتالي السخونيه اللي لسه بتحصل اول يوم ما تقلقيش، غالبا ان شاء الله مش حاجه سيريس. هي لو حاجه سيريس لازم الحراره هتتكرر معاكي مره واثنين وثلاثه، وفي الحاله دي غالبا هتكون انت استشرتي الدكتور بتاعه او بتاعها، وهتقدروا توصلوا لسبب ان شاء الله للسخونيه. اوكي. المغص بقى دي اكتر حاجه بتبقى مرهقه ومتعبه في اول فتره، ان اعتقد الام ما بتكونش لسه عندها النو هاو اوف ده مغص، ده عياط مغص ولا عياط عايز ينام ولا عياط جعان. المغص وايه يا دكتور دايما علاجه، وانت بتفضل ايه؟ خلينا متفقين كل الاطفال بلا استثناء، زي ما كنا بنتكلم مع بعض على الارتجاع كده، كل الاطفال بلا استثناء بيبقى عندهم درجه من درجات المغص، ولكن احنا ممكن بنبدا نبقى قلقانين لو المغص بدا ياخد شكل مختلف اكتر، مثلا ساعات اطول في اليوم. هو المفروض ان البيبي
يعني المغص ما يتعداش ال3 ساعات في اليوم، اوكي. لو بيتعدى ال3 ساعات في اليوم ده ممكن يبقى red flag إنه ممكن يكون في مشكلة وبطن معينة. بتبقى متحجرة تقريبا. وممكن يبقى لو معاه أعراض تانية، يعني مثلًا طفل عنده مغص جامد بيعيط وقت كتير جدًا من اليوم، ترجيع بكميات كبيرة، معدل الستول بتاع الطفل مش طبيعي، يعني لو في أكتر من حاجة مع بعض ممكن تبقى مؤشر إن في حاجة خطر بالنسبة لنا في حتة المغص، لكن كل الأطفال هييجي لهم مغص. دايمًا نقولها كده، هو المغص بيبدأ أكتر بعد الأسبوع التاني، يعني غالبًا العياط اللي في الأول معاكِ غالبًا مش هيكون مغص، غالبًا، تمام؟ من بعد الأسبوع التاني من عمر الطفل المغص بيبدأ يزيد معانا. الpeak أكتر وقت هيعدّي عليك في المغص جامد أوي هو الشهر التاني، هو أوحش شهر في المغص. الشهر التالت بييجي بعد الشهر التاني، بيبقى وحش شوية. غالبًا بعد الشهر التالت احتمالية حدوث مغص طبيعي بشكل طبيعي مع الطفل بيبقى قليل جدًا، اوكي. وبالتالي دايمًا الأمهات لو ابنِك عنده 4 شهور أو 5 شهور وبييجي له يعني نوبات من المغص، لأ دي حاجة تستدعي إنِّك تعملي استشارة للطبيب بتاعه، لإن دي حاجة مش طبيعية أوي. اوكي. قبل كده، قبل سن 3 شهور ده ممكن يبقى مقبول بالنسبة لنا. في شوية نُقط تانية ممكن تبقى معرّفة الأم إن ده مغص إلى حد كبير. التوقيت، هم البيبيهات دايمًا بييجي بعد لهم مغص الرضعة بالليل أكتر، بالليل. ييجي بالليل أكتر من بالنهار، ممكن يحصل بالنهار بس غالبًا اللي هو المغص الفسيولوجي، المغص إحنا بنقول عليه اللي موجود عند كل الأطفال يا لينا، اوكي. هييجي بالليل أكتر من بالنهار. اوكي. يبقى لو أنتِ بقى له معاكِ ساعتين 3 بيعيط بالنهار، لأ consider إن ده ممكن ما يكونش مغص اوكي. العادي، إما إن هو مغص مش طبيعي أو حاجة تانية. البيبي وهو بيعيط في المغص بيبقى مختلف عن العياط العادي شوية، هو البيبي بيبقى screaming، بيصرخ مش بيعيط، high pitched crying. مفهوم. العياط بيبقى high pitched صريخ، تمام؟ غالبًا بيبقى fisting الhands بتاعته وهو بيعيط، ووشه بيبقى مغمق جامد وهو بيعيط في المغص، وغالبًا بيبقى جايب رجله على بطنه، وغالبًا بنسبة كبيرة بيعمل الpedalic movement اللي هي بنقولها حركة بدال العجلة. يعني اوكي. هتلاقي رجليه كأنه بيبدّل على عجلة، مقوّس إيديه جامد أوي، ووشه مغمق جامد أوي وهو بيعيط، وبيعيط بصريخ. اوكي. فلو لقيتِ غالبًا دي نوبة كوليك، ولو موجودة بالليل كمان يبقى احتمال كبير تكون نوبة وبتلجأ كوليك. للدكتور في الحالة دي بيديها بقى سواء دوا او إذا كان شايف إن هو أعشاب الفسيولوجي العادي هيدّيها أدوية تساعد تريليف الموضوع شوية. ريبوتر لازم هيفضل عنده مغص، اوكي. بس ممكن يدّيها أدوية تخلّي الدنيا تبقى أهدى شوية معاها، إلا لو هو الدكتور والأم في الdiscussion بتاعتهم حسّوا إن ده مش المغص الطبيعي برّه النطاق العادي اللي بنتكلم عليه. اوكي. وزي ما قُلنا ده مش بإن المغص يبقى عياطه جامد، هو كده المغص هيبقى عياطه جامد. المُقلق مُدَد أطول من العياط. دكتور، اخبار قصة بوس الاطفال ايه؟ عشان بس احنا عندنا إمم. خوف من المجتمع، الناس بتخاف تقول للناس بوسوا الاطفال ما خلاص بقى إحنا تبوسوهمش. الموضوع ده أساسًا بعد موضوع كورونا المفروض ارجوك خلاص ممكن يعني. نتكلم فيه، إمم. لان بشوف امهات كتير قوي بيبعتوا لي مثلا اللي هو انا بجد بقى في تجمع عائلي وبيبوسوا الولد وبجد بتكسف اقول لهم ما أي حد يبوس تتكسفيش. الطفل من وشه ممنوع. ممكن بقى نتكلم في القصة دي ونقول للناس قد إيه دي حاجة مصيبة للطفل، إن طبعًا، الطفل يعني ما إحنا ممكن بنتكلم أنا يعني أي حد ممكن يبقى مصدر عدوى للطفل، تمام؟ يعني أي حد بيتعامل مع الطفل بشكل مباشر ممكن يبقى مصدر عدوى بالنسبة له. أوكي. ف في بعض الحاجات برّه دلوقتي أساسًا جامعات بتقول إن حتى القرايب اللي يعني الأب ما يبوسش ابنه من وشه، أوكي. تمام؟ في البيبيهات الصغيرين. فإحنا على قد ما نقدر نحاول نخلّي تواصلنا في الحتة دي. دي bad habit يا جماعة، دي عادة سيئة جدًا. وبوسي للطفل الصغنن من خدوده أو من وشه ده مش تعبير عن حبي ليه ولا على إعجابي بيه إطلاقًا، تمام؟ أوكي. والأمهات ما تتكسفش في الحتة دي. الناس لمّا بتقرّب من وش ابنِك أو من نَفَسه ده بيخلّيه عُرضة أمراض كتيرة أوي بتتنقل عن طريق التنفس. إحنا أغلبنا الكبار بيبقى عندنا صورة من صور المناعة ناحية أمراض كتير من دي، وبالتالي ممكن نبقى حاملين للمرض ومش ظاهر علينا أي أعراض، فبنتعامل بشكل طبيعي. بس البيبي الصغير اللي عنده أسبوعين أو شهر أو 2 ده لو لقط العدوى دي منّي ممكن يتعب جدًا، وممكن الموضوع ده يبقى له تبعيات أكتر بكتير. أوكي. إمتى البيبي يبتدي يرفع راسه، اهم. وأهمية الtummy time قد إيه؟ إمم. وخلّينا برضه يا دكتور نتكلم بصورة أوضح، إيه التطورات اللي أشوفها في الطفل من 0 to 3؟ يعني هو البيبي بيبدأ يرفع راسه دي برضه مراحل تدريجية. يعني هو من عند سن شهر ممكن الطفل يبدأ يبقى بيحرك راسه بشكل يعني وهو رافعها شوية. أوكي. ممكن على سن شهر ونص شهرين هيبقى بيعرف يرفع راسه بشكل كويس. أوكي. ممكن على سن 3 شهور هيبقى بقى بيعرف يرفع راسه وصدره من فوق، تمام. أوكي. من 4 ل5 شهور ممكن ياخد وضع اللاين بقى اللي هو يبقى زي ركود الأسد كده، يبقى رمز راكن على السلحفاة. كوعه كده قاعد ساند على كوعه ورافع راسه وصدره لفوق. أوكي. فيما يخص حتة الsupport بتاع الراس ده، لكن أوكي. مش هيبقى مرة واحدة، هي تيجي معانا تدريجيًا. أوكي. برضه من الحاجات اللي ممكن الأم تبقى بتتابعها عشان تبقى متطمنة في تطور ابنها، إن البيبي يبدأ يطلّع أصوات. هم الأطفال بيبدأوا يعملوا ياوينج وماوينج ويبدأوا يعملوا vocalization، يطلّعوا أصوات تقريبًا من سن
نهايه الشهر الثاني واول الثالث اوكي هيبدا بقى يلاغي ويطلع صوت. طبعا ما فيش حروف بس هيبقى بيطلع اصوات. تمام. السمايلنج هم بيبداوا يبتسموا من نهايه الشهر الثاني، حتى دايما نقولها هو بيبدا يعمل سوشيال كونتاكت، يتواصل معاكم بقى، ده ضحكته تقيله، ضحك متاخر شويه اخر الثاني اول الثالث عشان ما تقلقيش. بس ودي نقطه مهمه كويس انك اثرتيها عشان هنقول عليها على حته التطور بتاعه. بس يعني هو انا المفروض فريد ضحك متاخر، وحتى الكرولينج لما نيجي مم. نتكلم في الحلقه بتاعه من 6 to 12 he called very late يعني. احنا دايما ما عندناش برضو حاجه اسمها سن الطفل يبتسم عنده شكرا. او سن الطفل يقعد عنده. مم. احنا عندنا حاجه اسمها كريتيكال ليميت، اللي هو ايه؟ هو بنتوقع ان هو هيبدا يسمايل في نهايه الشهر الثاني او اول الثالث. انت وعادة اقلق بقى لو ابني ما اه ابتسمش، ده حاجه، وان هو يبتسم في اخر الشهر الثاني دي حاجه تانية انا خالص. محتاجه بس حضرتك توضح النقطه دي باستفاضه، لان مم. في امهات مثلا بتخرج فتلاقي في اعمار قريبين من بعض، مم. فتلاقي مثلا الطفل ده سنن مم. وده ما طلعش سن او ده مم. بيحبي، ما بيكونوش فاهمين ان لسه بدري جدا. مم. يعني حتى في المشي تلاقي واحده ابنها ما شاء الله مشي وهو عنده 10 و11 شهر، فاللي ابنها عنده سنه ما مشيش قاعده متوتره. مم. لا هو لسه بدري. بالظبط. same for smiling. خلينا نقول كمان في يعني اطفال بتبقى بشوشه صح، بتضحك، في اطفال ضحكت يعني. بس هي هي النقطه بتبقى كده حسب خلينا طبيعه. نقولها للامهات دايما كده: بصي، بنتك او ابنك مميز، اه بس حطيها كده، هو مميز، هو مش متاخر، هو مش كذا، هو مميز، هو مختلف. وبالتالي ممكن يكون في طفل بيقعد هو لسه مش بيعرف يقعد، بس هو ممكن يكون بقى بيعمل حاجه التاني مش بيعرف يعملها. ممكن ابني يكون بقى بدا يقول كلمات التاني مش بيقولها. ممكن واحده ابنها يكون بدا يسنن التاني ما سننش بس بقى بيمشي. هي فيها فروق فرديه ما بينهم وبين بعض. ونقطه تانية مهمه جدا، زي ما كنا لسه بنقول، احنا عندنا كريتيكال ليميت. يعني انا ما عنديش حاجه اسمها الطفل المفروض ان هو يعرف يقلب وهو عنده 4 شهور. انا بتوقع ان الطفل خلال الشهر الخامس هيبدا يحاول يقلب نفسه. بس انت بتقلقي لو ابنك ما بيعرفش يقلب نفسه لما يكون عنده 9 شهور. انا بتكلم عن 4 أو 5 شهور يا جماعه، رينج خلاله ممكن الطفل يعمل الحركه دي. الطفل اللي هيقلب وهو عنده 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 كلهم بالنسبه لي نورمال، وكلهم بالنسبه لي زي بعض. اوكي مش معناه ان حد منهم متاخر. دكتور خالد، هسأل بقى حضرتك مم. أسئلة نحاول نرد عليها بآه أو لأ، بس لو حاجات مهمة لازم نقول عليها الإجابات اكيد، عشان حاضر الناس طبعا. تعرف. المية مهمة للطفل حتى لو بيرضع؟ بصي، لا، مش هي الميه مطلوبه ليه طبعا زي اي كائن حي. بس هو البيبي اللي بيرضع 60% من كميه اللبن اللي بياخدها بتبقى عباره عن ميه. فاحنا بنقول للامهات انت ممكن بعد سن 3 أو 4 شهور مسموح لك تعرضي على الطفل ميه. مش عايزه اشربه ميه، لو هو عايز يشرب ميه هيشرب لو هو عطشان. بس غالبا معظم الاطفال ما بتحتاجش تاخد ميه في الفترات الاولى من حياتها. زي ما قلنا معظم اللبن بيحتوي على كميه كبيره من الميه، يعني up to 60% من كميه اللبن اللي بياخدها بتبقى ميه. فالطفل اللي عنده 4 شهور ده ممكن يكون وصل لحوالي لتر لبن في اليوم، فهيبقى بياخد حوالي 600 مللي ميه في اليوم من اللتر لبن. وده غالبا بيكون كافي ان البيبي ما يحسش باحساس بالعطش. بس ممكن تعرض على ابنها انه يشرب، لكن مش لازم نشربه. كتر بكاء الطفل يدل إن الطفل ده جعان؟ العياط عند الأطفال وسيلة للتواصل، مش لازم يكون معناها حاجة واحدة. يعني الطفل بيعيط عشان جعان، ولو حران، ولو بردان، ولو عنده مغص، ولو عنده ارتجاع، ولو يبقى عايز يغير الأم مع الدايبر. الفترة هتبقى بالظبط. experience هتعرف تفرق بين. وانت بتغيري له الدايبر بيعيط جامد، بالذات في الأول بيبيهات بيصرخوا لما بتغير لهم، عايز ياخد شاور دي وهي حاجة بتدي حلوة له قوي إن شاور. حضرتك قلتها نطمن بيها الأمهات إن البيبي في الأول بيعيط، دي حاجة طبيعية. طبعا ممكن يعيط في الأول، بالذات ممكن أحيانا الحاجات اللي بتخليهم يعيطوا برضو feeling unsafe، بيبقى حاسس بعدم الأمان. خلي بالك احنا بنتكلم برضو عن البيبي بيبقى missing اليوتراين لايف وحاسس ان هو مش مطمن. هو بيعرف مامته من ريحتها وسكين كونتاكت، فممكن البيبي بالذات في الاسابيع الاولى بيبقى بيعيط، ولو هي شالته ولمس جلدها او شم ريحتها ممكن يحس بيهدى. بالامان ويسكت معاها. أوكي. احيانا العكس، بعد اسبوعين 3 ما يبدا بقى يتشطر بيبقى عارف ان دي ريحه اللي بتنرس، دي ريحه اللي بترضعه. لما بيشم ريحتها بيبقى بيعيط اكتر عشان بيبقى عايز يرضع. ممكن لو هي اديته لحد تاني ممكن يسكت معاها. أوكي. احيانا البيبي ممكن يبقى بيعيط احنا ما بناخدش بالنا من دي عشان دوشه. احنا بنتكلم عن كائن عاش حياته اللي فاتت قبل ما يتولد على طول اعلى صوت بيسمعه ضربات قلب مامته، دي الدوشه جوه. فجاه هو موجود في بيئه فيها موبايلات بترن وجرس بيضرب وناس بتتفرج على ماتش صوتنا بره، احنا أصلا. وصوتنا احنا نفسه، تون صوتنا نفسه احنا، وباب بيتقفل. فالكلام ده بيبقى مزعج بالنسبه للطفل، وبالتالي بيخلي الطفل ممكن يبقى زي اي حد فينا عايش حياه هاديه وقاعد في مكان دوشه، انا هحس ان انا متوتر وقلقان وعايز اقوم امشي. البيبي لو نام كتير ده خطر؟
يعني درجة نشاط الطفل وحيويته دي مهمة بالنسبة لنا. طبعًا لو البيبي نايم بزيادة ده ممكن يبقى من علامات الخطورة بالنسبة لنا. في البداية زي ما قُلنا بس نركّز هو البيبي بينام بالنهار أكتر من بالليل، فده ممكن يبقى متقبّل شوية، لكن طبعًا لو الأم لاحظت إن الولد نام ساعات نوم أكتر وبتحاول تصحصحه أو بتفوّقه ومش بيفوق معاها، لأ دي طبعًا red flag وتتحرّك. هل السواد اللَّف إمم. غلط على الطفل الnewborn؟ لأ ده يعني ده ما فيش منّه ده مش غلط، بس مش كل الأطفال بتتقبّله بنفس الدرجة، يعني في أطفال موضوع الswaddling بالنسبة لها سحر. ولو الأم عملت له swaddle كده بينام كويس وبينام معاها بعمق ويبقى كويس جدًا. في أطفال ممكن لو عملت swaddle للنُص الفوقاني بس يبقى أحسن، في أطفال لو عملت swaddle للنُص اللي تحت بس رجليه بس بيبقى أحسن، في أطفال ما بتطيقش هي على الswaddle حسب خالص. الطفل أيوه بالضبط، أعتقد. يعني في أطفال ممكن الأم الswaddle ده بالنسبة لها تقول لي يعني صريخ هستيري، فأنتِ جرّبي وشوفي أنتِ إيه المناسب للطفل، لكن هو في منه ضرر على الطفل؟ الإجابة لأ. طيب هل في حاجة بتختلف لو الأم عملت skin to skin مع الطفل أو ما عملتش أول ما يتولد؟ skin to طبعًا، skin اللي هو التلامس جسد طبعًا، الأم بجسد الطفل طبعًا ده أول ما مهم بيتولد؟ جدًا، ده مهم جدًا. ليه بقى؟ أولًا ده بيبقى بالنسبة للطفل بيدّي له إحساس بالأمان والاطمئنان أكتر، وبيشتغل على بعض المثيرات العصبية اللي بتخلّي درجة الإحساس الemotions والعواطف والمشاعر عند البيبي أكثر استقرارًا. في كلام جديد بيتكلموه دلوقتي بإن ده بيفرق في كمية وحجم البكتيريا النافعة اللي موجودة في بطن الطفل اللي بتأثّر على مناعته، سواء مناعة الجهاز الهضمي في الشهور الأولى أو مناعته عمومًا. والحاجة اللي مهمة كمان من ناحية الأم إن الskin to skin contact بيشتغل على الهرمون بتاع إنتاج اللبن، بيبقى تحت يعني سيطرة من منطقة في المُخ اللي هي مسؤولة عن مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا، وبالتالي إدرار اللبن عند الأم إلى حد كبير مربوط بيتأثّر بالskin skin. بمشاعرها وعواطفها ناحية ابنها وبنتها. أوكي. إمم. دكتور خالد شكرًا جدًا، شكرًا أوي على الحلقة وشكرًا أوي على كل العفو اللي أنت لينا عامله مع فريد، يعني تعبينك معانا افتكرنا جدًا. ذكريات لطيفة في أيوه. أسئلتنا أنا وأنتِ لأ مع بعض. ولسه بقى الحلقة إن كمان شاء اللي الله جاية أنا متحمسة لها هتبقى جدًا. بقى فيها فريد لمّا كبر شوية. شكرًا جدًا يا دكتور خالد. مفاهيم كتيرة جدًا عندنا كانت غلط، والنهارده دكتور خالد بريك وضحها لنا وشرحها لنا، وأعتقد إن بعد ما كنتم تايهين شوية دلوقتي بقيتوا مستقرين وفاهمين أكتر. معانا النهارده دكتورة نوران، هنتكلم معاها في واحدة من أهم الرحلات اللي بتعدي في مرحلة الأمومة وفي أول سنة أمومة، حاجة بتبقى ملخبطانا كلنا وبنبقى شايلين همها وهي الرضاعة الطبيعي. دكتورة نوران برحب بيكي، أهلًا مبسوطة قوي إن بيكِ، أنتِ معانا النهارده. أنا مبسوطة أكتر، مش عارفة ابتدي منين والّا منين، الرضاعة الطبيعي بيكون عليها كلام كتير جدًا، ده حقيقي. والأم مهما بتسمع عنه قبل الولادة غير لمّا بتولد وبتعيشه وخلاص البيبي بيكون قدامها. مش عارفة ابتدي معاكِ منين، دايمًا بنسمع جملة لبن السرسوب، تمام. ويقول لك ده ممكن ييجي لِك قبل ما تولدي، وممكن يحصل لِك قبل الولادة، وبعدين أول ما تولدي أهمية لبن السرسوب، فخلينا نبتدي بيه بعد كده بقى إيه ندخل أكتر في الرضاعة الطبيعية. حلو جدًا. اللبن بتاع السرسوب ده بيبدأ يتكوّن في الصدر بتاع الأم تقريبًا من آخر الشهر الرابع في الحمل، بيفضل موجود في الصدر بس مش بينزل بسبب الهرمونات بتاعة الحمل. أول لمّا الأم بتولد الهرمونات بتاعة الحمل دي بتنزل جدًا فيبدأ اللبن ينزل، أوكي؟ ودي حاجة بنحب نطمن بيها الأمهات علشان بيخافوا بعد الولادة يقول لِك اللبن لسه ما نزلش، اللبن اتأخر، هو already اللبن موجود. اللبن بتاع السرسوب ده هو إحنا بنسميه سرسوب لإنه بيبقى كميته صغيرة جدًا، بس على قد ما هو صغير على قد ما هو concentrated فيه كل العناصر اللي البيبي عايزها وعلى قد معدته بالضبط، مش محتاج أكتر من كده ولا أي حاجة. إيه الغلطات الشائعة اللي بتحصل دايمًا مع الأمهات أول ما بيولدوا؟ أكتر حاجة بنشوفها بتبقى بتلخبطهم طبعًا إن هُم بعد الولادة بيبقى في عندهم الألم بقى بتاع الولادة سواء قيصري أو طبيعي، ومع ده بتبقى مضطرة إن هي كمان تقوم وترضع وتاخد بالها من البيبي، فطبعًا الموضوع ده بيصعّب الدنيا شوية. الأمهات كمان اللي هُم أول مرّة بيرضعوا بيبقى في عندهم صعوبة في الالتقام، إن هُم إزاي يحطّوا البيبي على الصدر بطريقة صحيحة، فلمّا بيتحط بطريقة مضبوطة المفروض ما بيبقاش في ألم خالص. وده ما بيحصلش بنسبة كبيرة للأسف معظم الأمهات ما بيبقاش عندهم المعلومة الصحيحة فبيحطوه بطريقة مش مضبوطة، فبيكون في ألم جامد وقت الرضاعة. تنصحي بإيه الأمهات قبل أمّا يخشوا مرحلة الولادة؟ يعني أنا باقعد أقول إن أنا كنت باقعد أقرا جدًا وكده، بس برضه لمّا ولدت الحمد لله المستشفى اللي ولدت فيها كان في الطقم بتاع التمريض، وكان في دكاترة استشاريين رضاعة كتير أوي، فكانوا بييجوا يعلّموا الأم. تمام. فأنتِ تنصحي بإيه الأمهات علشان ما يتخضوش بعد الولادة إن
الدنيا مش زي ما انتوا فاكرينها، انتوا المفروض التقام بيكون ليه طريقه معينه عشان خاطر ما تتعوريش وما تتعرضيش لده. عارفة إيه الصح وإيه الغلط، عارفة إيه الطبيعي وإيه اللي مش طبيعي، عارفة إن الرضاعة لمّا يكون الالتقام بوضعية صحيحة ما بيبقاش فيها ألم خالص، فلمّا يحصل ألم تعرف إن في حاجة مش مضبوطة، ممكن تحضر antenatal classes بتبقى فيها معلومات كويسة، ممكن تتفرج على فيديوهات، ممكن تقعد مع أمهات يكونوا لسه والدين قريب يدوها شوية برضه من الexperience بتاعتهم، فده بيفرق جدًا، جدًا، جدًا. طيب ازاي بقى نتاكد ان البيبي بياخد الكميه الكافيه من اللبن؟ لان انا فاكره الكميه كانت، هو مفيش كميه اصلا، أوكي. فدايما فاكره ان العياط بتاعه بسبب ان هو مش بياخد كميه كافيه. فامتى نعرف ان البيبي بياخد الكميه الكافيه من ما الحليب؟ فيش كمية إمتى؟ في أول الولادة، يعني في وقت لبن اول السرسوب؟ اللبن قصدي انا كنت بتكلم عن مرحله اول ما البيبي بيتولد. حلو، الأول لمّا البيبي يتولد لبن السرسوب الكمية بتاعته بتكون من الناحيتين من 7.5 ل15 مللي، 15 مللي دي يعني تقريبًا أقل من معلقتين شوربة كبار، فما بتبقاش كمية على قد ما هو بيبقى quality، وهو ده اللي مطلوب بالضبط لحجم معدته دلوقتي. اوكي. بعد كده بتيجي المرحلة التانية اللي إحنا بنسميها في اللغة الدارجة الهجمة بتاعة اللبن، اللي هي بعد لبن السرسوب بييجي لبن كتير. اعتقد ده بعد 3 أو 4 أيام من الولاده. على حسب الولادة طبيعي والّا قيصري، بس أوكي. هي بتبقى في رينج من 2 ل5 أيام. اوكي. الأم بتلاقي الصدر كبر وحجّر واللبن بقى كتير فجأة ومرّة واحدة، فساعتها بيكون المعدة بتاعة البيبي كبرت، فتقدر تستحمل الكمية الكتيرة دي. اوكي، انا هارجع اتكلم تاني على هجمات اللبن والقصه بتاعه شور، التحجر دي، لان ساعات تمام. بتأدي ان حد يدخل طبعًا. لمستشفى. بس خلينا نرجع للبدايه تاني. احنا كنا بنتكلم من شويه ان ساعات بيحصل التهاب والم وبتوصل ساعات لقطع في الحلمه بتاعه الام من الرضاعه. فانا عايزه اعرف ازاي الام تتفادى ده، تعمل ايه؟ هل في مرطبات حضرتك تنصحي بيها؟ خاصه الكيس بتاعه اللسان المربوط، لو حد عنده تانج تاي تمام. بيتعرضوا لنسبه الالتهابات اكتر بكتير، واعتقد ان ده بيعدي لكل الامهات. ايه اللي يقدر يعملوه كتجهيز قبل وبعد، وتنصحيهم بايه؟ بُصّي، يعني فكرة إن إحنا نرطّب البريست قبل الولادة أو في وقت الحمل ما بتفرقش أوي. ايوه، انا كنت بصراحه فاكره ان هي بتفرق، بس لأ إن الصراحة ده كله تجويد من الامهات كلها، بس ده ملوش اي ده لازمه. حقيقي، هو ده مش بيفرق خالص، تمام. أوكي. اللي بيفرق إن هو لمّا تيجي تقدّم البريست للبيبي، تحاول على قد ما تقدر إنه تستنى لغاية لمّا البيبي يفتح بُقّه أوي، بحيث لمّا ييجي يمسك جزء من الهالة مع الحلمة، ما يمسكش الحلمة بس. اوكي. لإنه لمّا بيمسك الحلمة بس معنى كده إن هو عامل shallow latch، فالحلمة بيحصل لها friction في السقف بتاع بُق البيبي، فمع كتر الfriction بتتعور. اوكي. إنما لو هو فاتح بُقّه أوي فهي القصه كلها في طريقه اللاتش، طبعًا. الالتقام. طبعًا، يعني 50% من المشاكل بتكون بسبب إن إحنا بس بندخّل الجزء بس البارز من الثدي، مش جزء من الهالة. طيب باحس الtongue tie بقى حلو جدًا. تعالي بقى في اصل انا فريد عنده تانج تاي، فانا أوكي. اصلا في القصه دي لأ، قعدت كتير. وخلّي بالِك أنتِ دايمًا بتبقي مش فاهمة، طب المفروض أعملها، المفروض ما أعملهاش. بس كانت متعبة أوي في الرضاعة أوي، وده اللي كان بيخلّيه إن هو مش بياكل كويس. تمام. فأنا عايزة أعرف بقى الtongue tie والcases بتاعته، لإن في لسان مربوط أوي بيقول لك لازم تعمليه، في حد يقول لك يعني أنا فريد الcase بتاعته الدكتور قال لأ، إحنا لازم نستنى لحد أمّا نشوف بيفُك لوحده. أوكي. tongue tie بقى إيه؟ طيب، الأول بس نقول الرضاعة الطبيعي اللي هي ما فيهاش ألم بتحصل إزاي. البيبي بيفتح بُقّه أوي، وبعدين يبدأ يطلّع لسانه يعمل massaging للبريست. أوكي. فلمّا يعمل massaging للبريست ما فيش عض خالص، فما أوكي. فيش تعوير خالص. الكيس بتاعة الtongue tie الحركة بتاعة اللسان restricted، مش عارف يطلّع، مش عارف يرضع مضبوط، أوكي. فبيعض. فمجرد إن هو بيعض إحنا بنعمل ضغط على الحلمة، بنعمل compression عشان كده بتتعور، فده مش المفروض، ده مش الطبيعي. الtongue tie فيها أنواع، في ناس إحنا بنشوفهم اللسان فعلًا مربوط وآجي أحطه على البريست ألاقيه بيرضع بسهولة ومامته مش موجوعة، فده ممكن أستنى عليه. أوكي. أول لمّا ألاقي إنه لأ، أنا ضبطت الlatch ولسه ما فيش تحسن، أو الأم لسه موجوعة، أو الأم مش عارفة تتحمل الألم، لازم دايمًا بنقعد نتكلم وبنسمع، وأنا بقى باشوف على الجروبس وكده، إن مثلًا أول ما واحدة تخش تكتب comment أنا اللبن عندي قليل، فيقوموا داخلين كاتبين اقعدي اعملي pumping، شفّطي لبن كتير وكده. بس عمرنا ما بنتكلم على لمّا بيحصل العكس، لمّا أم يحصل لها إن اللبن يكون زيادة، تحصل هجمة لبن قوية جدًا، لدرجة إن ساعات بتأدي، أنا عندي ناس صحابي أعرفهم دخلوا المستشفى من كتر كمية اللبن وما كانوش فاهمين
ان ده لبن زياده عندهم، ده اللي عامل فيهم الحراره وكل ده. تمام. فعايزه نتكلم اكتر مع الامهات على القصه دي، لان ده بيحصل وهم مش عارفين ده. حلو جدًا، إحنا الأمهات أو الناس بشكل عام فاكرين إنه كل لمّا نعمل تحفيز للثدي أكتر سواء برضاعة طبيعي أو pumping كتير واللبن يزيد كل ما يكون دي حاجة كويسة، وده مش دايمًا صح، لإن إحنا لو عملنا ده بشكل مبالغ فيه بيبقى عندنا over supply. يعني إيه over supply؟ يعني أنا باعمل كمية أكتر من اللي باطلّعها. الpumping بيبعت إشارات للمخ بيقول له إنه في حد عايز يشرب لبن أو ياخد لبن ومش لاقيه، فيبدأ الجسم يزوّد اللبن، فبنفقد التوازن الطبيعي اللي ربنا عمله. إحنا بعد شوية في الرضاعة بيبقى الرضاعة بتمشي بحاجة اسمها supply and demand، يعني البيبي بيبقى عايز 100 مللي، الbreast يعمل له 100 مللي. لمّا أنا باعمل الpumping باعوّد الbreast بدل ما يعمل ال100 يعمل 150، فالبيبي هيرضع ال100 اللي هو محتاجهم وال50 دول هيفضلوا فين؟ في الbreast. اوكي. مرّة على التانية على التالتة لو هي مش بتفضّي كويس هيحصل الbreast engorgement، إن هو بيبقى الصدر بيحجّر، ولمّا بيحجّر بيبقى مؤلم جدًا، ولمّا بيحجّر كمان البيبي ما بيعرفش يفضّيه. بس بيوصل ساعات لدرجه ان حد يدخل مستشفى. ده حقيقي. ايه بقى اللي بيوصله لكده؟ حلو، إحنا دلوقتي لو فضلنا بنسيب البريست محجّر، لإنه لمّا البريست بيكون محجّر يعني فيه لبن كتير بيبقى مؤلم جدًا، الأم بتخاف إن هي تقرّب منه، فكمان تقوم مش عارفة ترضع، أو يكون ناشف فالبيبي مش عارف يفضّيه، اوكي. ولا البامب عارفة تشتغل، فيفضل اللبن يجمّع، يجمّع، يجمّع ومش بيخرج. اوكي. فأي تجميع ده بيعمل إيه؟ بيعمل tension، يعني جوّه البريست بيبقى فيه لبن كتير عايز يخرج، فبيعمل الإحساس شبه شوية بتاع الخراج. اللي هو يا لهوي. بيعمل fluid under tension، ما هو اوكي. عمّال يزيد وما فيش حاجة بتخرّجه، وكل لمّا بنسيبه أكتر، كل لمّا المشكلة دي بتزيد أكتر. لو فضل كده الوضع وما اتحسنش، ممكن يدخّل الأم في حاجة اسمها التهاب ثدي اسمه mastitis، تبدأ إن هي تسخن، تيجي لها الأعراض بتاعة البرد، الكلام ده كله، وكمان ممكن يتفاقم لإن هو يعمل خراج في الثدي. فالموضوع بتاع الbreast engorgement ده من الحاجات المهمة جدًا إن هي تتعالج بسرعة. طيب ايه بقى النصايح اللي نقولها للامهات علشان نتفادى الوصول للمرحله دي؟ حلو جدًا. أول حاجة أنا طبعًا ما أعملش over pumping، يعني ما أعملش pumping إلا إذا كنت محتاجاه. إحنا في العادي بنقول إن هي ساعات رضاعة. بيقعدوا يقول لك يلا هنعمل بامبنج ونقعد نخزن. ده انا ساعات بيطلع لي على التيك توك فيديوز، باشوفهم. اقسم بالله العظيم أيوه، دول مش اكيد مش ناس حقيقيه. أيوه، كميه مخزون العالم من الحليب الام عندها في التلاجة، ده حقيقي. وتكتب وبتخزنها في الفريزر وفي التلاجة. وبيتبرعوا بيه وازاي في ازاي الآخر. اصلا؟ ما هو ده حاجة مش مضبوطة، وخلّينا نتفق إن الأمهات علشان خاطر تكون مستريحة بلاش تقارن نفسها بأي حاجة تانية، اه. ولا تقارن كمان الأطفال، يعني ما تقارنش ابنها بابن حد تاني، نفسي اقول حتى لو الجمله دي كانوا في اخوات. كل ثانيه. ده مهم جدًا، جدًا، جدًا. لو الsupply عندها تمام والبيبي بيزيد كويس، هي مش محتاجة يبقى عندها over supply، مش عندها يبقى مش ملزمة إن هي يبقى عندها الكمية دي، ولا تخزّنها لو هي مش محتاجاها أو مش هتنزل شغل قريب. اوكي. فده معناه ان هي دونت اوفر بامب. don't over pump. طيب. أتأكد إن اللاتش صح، لإنه اللاتش لمّا تكون مضبوطة البيبي بيفضّي، لمّا اللاتش تكون مش مضبوطة البيبي ما بيفضّيش، فاللبن ده بيفضل فين؟ بيفضل جوّه، فبيعمل لنا مشاكل. اوكي. في حاجه بقى بيختلف عليها الدكاتره، وهي ان في دكتور يقول لك صحي البيبي اكليه، أوكي. وفي دكتور يقول لك لأ سيبيه نايم. اهم. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ بُصّي، في الأول طبعًا البيبيهات بيبقى عندهم استعداد يناموا وقت طويل، أول لمّا بيتولدوا تحسّي إن هُم بيناموا كده، ممكن والله أنا مش ينسوا. فاكرة فريد كان بينام إمتى، نفسي أفتكرها بس يعني نفسي أفتكر بيقعد يقول لك بجد بيفضل قاعد وهو new born، بس اللي هو كان بينام، بس آه. قصدي إن أنا أصوات يمكن بتاعة الحزق والحصان والكلام ده كانت أوكي. مخلّياني حاسة إن هو مش نايم، دلوقتي بقيت باستوعب إن لأ ده كان نوم. لأ، هُم فعلًا بيبقى عندهم استعداد يناموا كتير، الوقت ده هُم بتكون معدتهم صغيّرة، آه. بتاخد كمية لبن صغنّنة. بن فبينسوا؟ مش بينسوا، ممكن ينسوا إن هُم يرضعوا، وإحنا كمان بنبقى عايزين نأكّلهم كل شوية عشان حاجتين، علشان السُكّر مستوى السُكّر في الدم بتاعهم يبقى كويس، تاني حاجة علشان إحنا لو ما رضعناش كتير في الفترة دي هيحصل الengorgement، هيحصل إنه طبعًا. فإحنا بنبقى عايزين نعمل الحاجتين، أول أوكي. حاجة أطمن إنه البيبي بيرضع كويس، وبعد كده أفضّي الbreast. طيب البيبي كبر شوية واتطمنت على موضوع الوزن، أوكي. أنا في العادي عمري ما باتدخّل في الpattern بتاعة الرضاعة، يعني بيبي عايز يرضع كل ساعتين تمام، بيبي عايز يرضع كل 3 ساعات تمام، بيبي عايز يرضع كل ساعة تمام. الطبيعي إن هُم اللي بينظّموا نَفْسهم بعد كده، أوكي. إنما إحنا بس بنصحّي في الأول أو بنصحّي لمّا نكون إحنا قلقانين إن البيبي مش بيكتسب وزن كفاية، فلازم أنا أفضل وراه علشان أتطمن على إنه الوزن بتاعه بقى كويس. أنتِ قُلتِ دلوقتي جملة حلوة أوي، إن
على حسب ما البيبي عايز في الأول، تمام. مرة، مرتين، 3، 4، 5 أيًا كان. أوكي، بس بشرط يكون وزنه بيزيد كويس. أوكي. تمام. إيه بقى النصايح اللي نقولها للأم عشان تقدر إن هي تsave الطاقة بتاعتها؟ لإن الأم بتكون مستنزفة بعيدًا عن الهرمونات الملخبطة، تمام. وبعيدًا عن إن هي عايزة تبقى في دلوقتي حالًا شكلها حلو وحاسة إن هي كمان لازم مطلوب منها إن بترضع مرة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. أوكي. فنعمل إيه عشان الطاقة بتاعتهم ما تستنزفش؟ طيب هو موضوع الطاقة ده مهم جدًا ليها وكمان لإدرار اللبن، أوكي. لإنه لمّا أكون أنا مستنزفة، قلقانة، متوترة، الطاقة بتاعتي كمان بتكون بتقل، لمّا أكون موجوعة وأنا بارضّع الطاقة بتاعتي بتقل، المفروض إن أنا باحاول على قد ما أقدر إن وقت الرضاعة يبقى وقت باتبسط بيه، ما فيش أي حاجة واجعاني، مش لازم أكون رقبتي واجعاني وضهري واجعني خالص، إحنا بنحاول على قد ما نقدر نقعد قعدة مريحة، بحيث إن الوقت ده يبقى وقت لطيف. أوكي. لو هي قدرت تفصل شوية، تنزل حتى لو هتتمشى ربع ساعة، دي حاجة هتفرق معاها. أوكي. تاكل طبعًا كويس، ت ت تحسّس نَفْسها إنه في أولويات، وتحدّدها بناءً عن الوقت اللي إحنا فيه ده. أوكي. أول طبعًا الفترة دي بتبقى الأولويات هي الأم والبيبي، وأي حاجة ينفع نأجّلها المفروض إن هي تأجّلها. دور الأب بقى بيبقى مهم أوي في الفترة دي ودعمه، لإن زي ما في رجالة بتدعم، في رجالة بتكون مش موجودة، وممكن يكون مهما إحنا بنوصف للراجل قد إيه هي فترة مرهقة، ما بيكونش زي ما حد بيعيشها، يعني مهما بتتكلمي عن حاجة ما بتكونش زي كده. فدور الأب قد إيه مهم في الفترة دي، إنه ممكن يكون من أسباب استمرارية الأم إن هي تكمل في الرضاعة. تمام، حتى لو مش هتكمّل في الرضاعة، هو دور الأب بيبقى مهم جدًا. دي البني آدمة دي بتتغيّر حياتها تمامًا بعد الولادة. ما بيبقاش عندها رفاهية إن هي حتى بعد الولادة إن هي تتعافى، بتبقى على طول مسؤولة عن بيبي لازم تأكّله وتاخد بالها منّه، والهرمونات بتبقى ملخبطة جدًا، فهي بتبقى جسمانيًا ونفسيًا مش مضبوطة خالص، فطبعًا مطلوب منّه دعم سواء نفسي أو جسدي في إن هو يساعدها في حاجات كتير. نفسي يشجّعها، ما يبقاش مصدر ضغط عليها، ما يقولهاش أنتِ بتتدلّعي، ما كل الناس رضّعت، أنتِ لبنِك مش كفاية، أنتِ المشكلة عندِك طبعًا الكلام ده بيفرق جدًا. جسديًا ممكن بقى يساعدها شوية، يعني هي ترضّع هو يكرّع، هي ترضّع هو يغيّر للبيبي، يشيله علشان خاطر ينيّمه، يدّي له shower، يدّيها فرصة مثلًا هي تخش تاكل أو تاخد shower أو تعمل أي حاجة وهو ساعتها يساعد البيبي فيها. إزاي الأم تعرف إن هي ماشية بنظام غذائي صحيح مع الرضاعة، فالطفل يكون بياكل كويس، ده بقى في المرحلة بتاعة الأكل، بيرضع كويس، الكلام ده كله؟ تمام. إحنا طبعًا وقت الرضاعة الطبيعي لو هي الأم بترضع رضاعة طبيعية مطلقة، في الأول بتبقى محتاجة 500 كالوري زيادة عن الكالوريز بتاعتها، فلازم طبعًا تكون بتاخد بالها من أكلها، بتاكل أكل فيه كل العناصر الغذائية، تاخد بالها من أنا أول مرة أعرف البروتين. معلومة 500 كالوري طبعًا، دي. طبعًا الexclusive breastfeeding علشان كده من الحاجات اللي هي بتساعد الweight loss بعد الولادة. آه. أوكي، فهي تاخد أكل balanced فيه كل العناصر، تاخد البروتين، تاخد الخضار والفاكهة اللي فيهم fibers، تعرف إزاي إن الدنيا بتاعتها أوكي، إن هي مش دايخة، مش بتحس بهبوط، ما عندهاش sugar cravings كل شوية عايزة حاجة مسكّرة، مش على طول تعبانة ومرهقة ومستنزفة، ما فيش صداع، مش مش شعرها بيُقع وضوافرها بتتكسّر، مش بتفقد وزن ملحوظ في وقت قليل، دي كلّها حاجات بتقول إنه أكيد في حاجة غلط في التغذية. بُصّي، عندي بقى سؤال مهم أوي، في أمهات بتوصل إن خلاص هي الcase بتاعتها سواء بقى tongue tie، سواء هي عندها مشكلة في اللبن، سواء الطفل اتولد premature فمش عارفة ترضعه، هي بتبقى حاسة بإحساس بالذنب كبير جدًا، تمام. جدًا، جدًا، بتأنِّب نفسها عليه، والمجتمع كمان بيحطها في الحتة بتاعة اللي هو يا حرام، طب ليه عملتِ كده، طب مش كنتِ استحملي شوية. بالضبط. أوكي. عايزين بقى نعرف إزاي الأم المفروض تتعامل في ده مع نفسها ومع الغير. إحنا بنقعد نقول على قد ما الرضاعة الطبيعية مهمة، بس هي مش بأهمية إن الأم تبقى كويسة مع البيبي، يعني البيبي عايز مامته تبقى كويسة أكتر ما هو محتاج اللبن الطبيعي بكتير. اللبن الطبيعي ده عنصر واحد بس من عناصر الأمومة، إنما مش الأمومة كلها. فلو هي ربنا يعني ما كرمش أو رزق بلبن طبيعي، ده مش آخر الدنيا، مش لازم تحس بfeeling of guilt، مش لازم تحس إن هي مقصرة أو إن هي كانت ممكن تعمل حاجة أكتر من كده وما عملتهاش. هل في أدوية معيّنة ممكن تزوّد اللبن؟ في أدوية معينة ممكن تزود اللبن، وفي كمان مكملات غذائية ممكن تزود اللبن. إحنا هندخل دلوقتي على
شائعات كده عايزين نعرف هي صح ولا لا. تمام. فنبتدي اول سؤال فيها، هل ايه الاطعمه اللي ممكن تكون بتزود اللبن؟ اوكي. وهل في حاجه اسمها حاجه تتاكل تقلل اللبن؟ ايه بقى؟ بصي، هو مبدئيا كده مفيش اكل سحري، الام هتاخده اللبن هيتدفق. اللي هو جرجير هيطول الشعر، عارفه المعتقدات بتاعتنا دي. لا، مفيش حاجه اسمها كده خالص. هو الاكل ده بيبقى عنصر بيساعد شويه ان اللبن يكون كويس، والكلام ده بيفرق بس في الفتره الاولى. اوكي. الحاجات اللي بتزود اللبن بتبقى مثلا الحلبه، اليانسون، السمسم سواء موجود في طحينه او موجود في حلاوه، ان هي تاخد مثلا عسل اسود. الحاجات دي كلها بتفرق. ايه بيقلل؟ بصي، بيقلل دي برضو ستيل برضو ما هياش يعني حاجه قاطعه، انما لما اكون انا بوردر لاين يعني يا دوبك اللبن مكفي، او في الاول يفضل ان انا ابعد عن الشاي الاخضر، النعناع، في اعشاب كده اسمها المرمريه، البقدونس الكتير، دول يقللوا شويه يعني اللبن. نقدر نقول ان الشاي والقهوه من الحاجات اللي لو انت على البوردر تقلل اللبن خالص. الشاي والقهوه مظلومين. ايه ده؟ انت قلت الشاي الاخضر بس، الشاي الاخضر بس. لكن الشاي والقهوه عادي؟ لا، الشاي والقهوه مظلومين لان هم بس فيهم كافيين مسموح بدجري معين، وما لهمش تاثير مباشر. هم مشكلتهم ان هم لو اتاخدوا بكميه كبيره بيخلوا الام متوتره، مش بتنام كويس، ممكن يتدخلوها في ديجري اوف ديهايدريشن، انما مش ممنوعين خالص. اوكي. هل كل طفل لازم يرضع نفس عدد رضعات الطفل التاني؟ لا طبعا، لانه بني ادم مختلف عن الطفل التاني. الام لازم تشرب ميه عشان اللبن يزيد، هل ده صحيح ولا لا؟ لا، مش عشان اللبن يزيد بس، خلينا نتفق انه اكتر من 80% من اللبن معمول من ميه، اوكي. ومش كل الناس بتشرب ميه مظبوطه، فبنحب بس ناكد انه في فتره الرضاعه لازم تاخد بالها ان هي تشرب ميه. اوكي. في الفتره الاولى لازم نصحي الطفل كل ساعتين عشان يرضع؟ ما احنا اتفقنا بقى وهو صغير لغايه لما نطمن ان الوزن بتاعه بيزيد كويس. لو نام اكتر من ساعتين هصحيه. لازم نقعد الطفل بعد الرضاعه عشان ما يقشطش؟ يعني يفضل في الاول بالذات، احنا بنتكلم في ان احنا بنرفعه في upright position كده ماكسيموم 10 دقايق. ولو طفل عنده ارتجاع؟ الطفل اللي عنده الارتجاع بيستريح جدا لما نرفعه، لانه بنطلع الهواء، فلما بنطلع الهواء بيقلل الانتفاخ ده من الحاجات اللي بتضغط بتخلي الارتجاع يزيد. دكتوره نوران، بجد شكرا قوي، مبسوطه قوي ان انت قلتي معلومات يمكن في حاجات فيها انا كانت جديده عليا مع اني ام وابني خلاص كبر. هطلب منك في الاخر توجهي نصيحه لكل الامهات اللي مقبلين على رحله الولاده وهم في اول سنه امومه، عندهم كلام كتير، الحاجات اللي بيسمعوها الحلوه والوحشه، توجهي لهم ايه؟ لان الرضاعه على قد ما هي حاجه حلوه قوي، على قد ما هي حاجه مش فكره صعبه على الام بس تاخد وقت لحد ما بتتاقلم عليها. تمام. هتقولي لهم ايه؟ انا هقول لهم ان الرضاعه الناجحه معناها حاجتين، معناها طفل مستريح وام كمان مستريحه، مش معناها ان حد لازم يكون بيعاني. فخلينا نتفق انه على قد ما الام تكون هاديه ومش قلقانه، على قد ما الرضاعه بتاعتها هتنجح وهتكون ألذ بكتير من ان هي تبقى قلقانه ومتوتره. شكرا قوي يا دكتور نوران، ميرسي جدا. نورتينا. شكرا، ربنا ميرسي. يخليك. نسمي الله يا اساتذه. 3 2 1 اكشن. متمدح. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده واحده بس، واحده واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص طب عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب ماشي، بسم الله، اخر مره ان شاء الله. ناديه بقى عشان هتموت. هنقلب بقى، انا بصي ولا لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. انت يا لينا يا بطاوي. يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا. بحبكم قوي. لاف يو يا لينا.